أحلم إنه أنا كنت نايمة في الطابق الثالث من البيت. آه، كأني شفت نفسي إنه أنا نايمة، تمام، بس بتطلع إنه ما في حيط قدامي. فبحكي إنه شو صاير. طلعت بالسما ولا هي جيش كامل من الأنوار وفي إلهم قائد. القائد نزل هيك من السماء لقدامي. فبحكي أنت المهدي؟ معقول إنك أنت تكون المهدي؟ بس أنت من أي بلد الآن تكلميني؟ من أي بلد؟ أنا حاليا بالإمارات، إجيت بسبب المشكلة نفسها من الأردن. أنت رحتي للإمارات بسبب مشكلة مدفوعة دفعا. أيوة إيه، أنا معمول لنا سحر. متزوجة وغير متزوجة؟ متزوجة ولا لا؟ لا مطلقة، مظلومة بهذا السحر صراحة. من 25/7 وأنا بحارب السحر، ودخلت أحس خليني أسأل سؤال على أساس ما تقولينه أنت قبل لا أسأل عليه، لأنه في سؤال مهم جدا إذا جاوبتيني عليه بكل مصداقية. يعني طبعاً. ما تقولين نعم، ما تقولين إيه، يعني لا، يعني فقط لأنه أنا بسأل سؤال ممكن يكون مصلحتك السؤال، فأخاف إنه تقولين نعم وهو مو صحيح. أنت ظلمتي ظلم، وهذا الظلم انكشف للناس اللي حولكم ويعرفون أنه أنت ظلمتي، ولكن لا حياة لمن تنادي، ما حد يبالي فيه. نعم. وكأنه كشفوا الستار عنك وكشفوا أمر غير صحيح، كأنهم كشفوا أمر هم يقولون هذا الأمر صحيح، يعني فلانة فعلت هذا الشيء، وكشفوا صحيح. هذا الأمر لعامة الناس مع العلم أن هذا الشيء غير صحيح أبدا. والله صحيح. طيب شوفي، هذا المنام يدل على أنه سيظهر الحق لك أنت، سيظهر الحق بجميع دلالاته. انتصار ظهور المهدي في هذا المنام تحديدا لا يعني أن المهدي سيظهر، لا سيظهر، ولكن الله أعلم متى ظهوره. لك أتكلم عن المنام، انه هذا يدل على انه انت ستظهر حقيقتك اللي انت ظلمتي فيها اصلا على يد شخص قوي ومتمكن. وترى الان ربما انت وكلتي احد، او ربما سيتوكل شخص عنك انت في قضيه معينه، والقضيه هذه مهمه جدا، فيها شرف. المساله فيها شرف، مو بس قضيه عاديه او تهمه عاديه، فيها خوض في الاعراض وفيها خوض في الشرف. وراح يكون هو المدافع حتى يظهر الحقيقه تامه لك باذن المولى سبحانه وتعالى، والله اعلم. اعطيني الحاله اللي انت فيها. بالفعل حاليا موجود هذا الشخص. هذا الشخص الحالة اللي أنا فيها، من أنا هذا الشخص ب3/6 طلع زوج أختي. هو المتوكل في القضيه هذه؟ نعم. ما شاء الله، يبدو انه راح يتمكن من اظهار الحقيقه. نعم تفضل. منصورين إن شاء الله منصورين. في 3/6 أنا طلعت لهاي الدولة بسبب مشكلة صارت في العائلة كاملة، اللي هي مشكلة السحر. تمام. فالموضوع إنه اجتمعوا كلياتهم إنه أنا آجي أعمل هالرقية لإلهم. تمام. بس ما توقعت كمية الأذى اللي راح أشوفه قدامي صراحة. مسكت ما يقارب عدد الأشخاص اللي كانت في العائلة، يعني فوق 24 شخص. طيب، في أثناء الرقية صار معي إنه الشيء الكبير، الخادم الكبير، تمام، دخل فيني آخر شيء بسبب صار ضعف مني بالجسد، لأنه كله كان ورا بعض، كانت الحالات تجيني ورا بعض. معي 6 أيام إني أنا ما أنام. تمام. بهاي الفترة اللي صابتني فيها غيبوبة، دخلت في مكان وكأنهم أخذوني، تمام، مربطة بالجنزير. الجنزير كان محطوط عند جهة السرة، تمام. فجروني كأنه في قناة قديمة، أحجار قديمة، كانوا برقصوا. وهذا الشيء كان موجود أثناء يعني هاي طيب شوفي، لحظة يا إيلا. فبحكي شوفي. نعم. المنام الأول فضل. واضح الظلم اللي وقعتي فيه ظلم، اعتداء لفظي واعتداء بأعمال سحرية، وكذلك هذا اللي أنت مربوطة بالسرة. يبدو أنه أنت وقعتي بأذى إلى درجة أنه أصبحتي تكتمين أو ما تعارضين في أشياء تحدث لك أصلا في الواقع، ما تعارضين فيها، ما تتكلمين، وكأنه أغلقت الأسرار عندك. أنت أصبحتي إنسانة كأنه مغلقة. صحيح. تفعلين أفعال
هم يعرفون تفعيل الافعال هذه بلا اراده، مسلوبه الاراده ومسلوبه اللفظ، حتى ما تستطيعين تتكلمين ولا تدافعين عن نفسك اصلا. لا، صابتني صدمة إنه اي أساس هذا السحر اي انا عارف اصلا، إنه مجرد بديت. أقرب الناس شوفي يا إيلا، ليش اقاطعكم انا؟ ليش اقاطعكم؟ لانه أوكي. معليش لا تواخذوني، بقول لكم شغله. لانه ما هي بخبره يوم ولا يومين، انا قاعد امارس الحياه يوميا، حتى على الطبيعه امارسها يوميا على الطبيعه غير البث المباشر. فمجرد احد يبدا يفتح لي السالفه زي طبيب الباطنه، اول ما يقول عندي مغص قال له سوي تحليل كذا وكذا وكذا، يعني عارف القصه كامله. لذلك انا بنصح نصيحه، بالله ركزوا على النصيحه هذه جدا مهمه لك انت خاصه ولنا كلنا. عليكم بالدعاء على من ظلمكم. بعد ما تصلون اخر الليل تدعون وتخاطبون الله بكل هدوء وباريحيه تماما بدون اي تكلف، تبلغون الله سبحانه وتعالى رسالتكم انه احنا وقعنا باذى والاذى مستمر علينا وما في خلاص من هذا الاذى الا انت تتدخل انت يا رب العالمين. انت مظلومه، الله يفرج همك يا رب. شيخ فهد، أبوي أنت، أنا واقعة في ظلمة صغيرة، خليني بس أكمل لك هذا الشيء اللي صار معي أثناء. بس شوي، لأنه أنا حاليا بعدني بهذا المشكلة، الابتلاء. اللي صار إنه أثناء وأنا بهاي القناة كأنها كلها شياطين، فشفت قدامي 3 بلاطات واقفين عليها حراس 6 من الشياطين. عرش إبليس شفته جنبي، تمام. إيه؟ هون بحكي إنه والله هون بحكي إجا صوت من السماء إنه كيف أنتوا بتاخدوا هاي يعني معنى الكلام هي آية قرآنية، أنا اللي باخدها مش أنتوا اللي بتاخدوها. فإجت يد من النور مسكتني وسحبتني، هون صحيت من الحلم. ال3 بلاطات هذا متى كان؟ هذا متى كان؟ 7 هذا متى تمام. كان منام؟ رسمت هذا 25/7/2025. رسمت أول رسمة وحطيتها في ماء مقروء، تمام. وكتبت كل الطريقة المكتوبة قدامي في البلاطة، وكانت هي هاي لمجموعة من البشر كأنها بالسعودية وبالكويت وبمصر وبالعراق وبالأردن وبسوريا وفي الإمارات. فأنا جزمت إني أرسم هاي الرسمة وأحطها وأقرأ عليها الآيات، يعني حتى أعطوني الطريقة كيف أرسمها، مش هم بعد ما طلعت لفوق. طيب يعني بعد ما انسحبت. طيب يا إيلا معلش لا تنزل يا عبد الله، لا تنزل يا عبد الله. ثواني بس بسألها عن حاجة مهمة جدا، الله يرضى عليك. تفضل. أنت خلال الفترة هذه اللي أنت تعرضتي فيها لأذى، نعم، تعاملتي مع أشخاص لفك السحر بالسحر، أو مع شخص أخذتي منه معلومات وكان فيها مغالطة شرعية؟ ولا يمكن أمشي ممشى السحر. لا بالأساس ما بعرف هذا الممشى. ما يخالف، خليني بس أعطيك سؤال عشان تفهميني. أنت حاولتي تتخلصين من الأذى اللي أنت فيه من شخص، وخلينا نقول ما كنت تدرين، وبعدين اكتشفتي ان الاشخاص هذول يتعاملون باعمال تنجيميه او سحريه او باسقاط نجمي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. شيخي، أنا إنسانة ولا إلي بشيء اسمه سحورة ورقية، إنما هذا إجت من ربنا وإن أنا طفلة، تمام. هذا الموضوع إنه أنا جمعت أغراض السحر وحطيتهم في مكان بس. طيب استمري على الرقية، بس هذا اللي بحكي لك إياه. استمري على الرقية، استمري على الرقية، واستمري على الدعاء على من آذاكم. بس خليني بتكملي لمتى؟ بس في شيء ما وصلت له. والله بتقعدين ساعة؟ لا هسه بعد، لا والله، لأنه أنا والله شفت. طيب معلش بنعطيها فرصة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه واضح يا جماعة الخير. ما راح أتكلم عن البنت هذه، أبى أقول لكم واضح عندي، أول ما تتكلمون في منام واحد أصلا خلاص اتضحت الصورة، ما يحتاج أن نقول منام ثاني وثالث ورابع عشان الناس اللي بيدخلون. ومعكم تبا موجود المشرف، معكم عبد الله موجود، واحنا لازم يعني معليش لازم نقدر الناس اللي موجودين معنا في البث، تاركين شغلهم وتاركين اعمالهم وجالسين معنا. انا والله اني استحي منكم اذا شفت العدد كبير وفي احد ياخذ وقتكم، عشان كذا نحاول نختصر. الله يرضى عليكم. احمد، نعم تفضل يا احمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا. أول شيء نحييك تحية يعني، ونعظم أجرك إن شاء الله وأجر الجميع. اللهم يا شيخ فهد، أنا يعني موضوع إن شاء الله إنه قصير أنا عندي أخوي يعني هو في دولة خليجية برا، وبداية الزواج تعرض يعني إلى غالبا يعني إلى سحر تفرقة.
فقعد فترة يعني كابر شهر شهرين، فخلاص ما عاد قدر يعني يصبر إن المرة تكون يعني موجودة، فأرسلها يعني إلى أهلها ورحت أنا وياه عند يعني كم شيخ، فكان يعني يستفرق أثناء الرقية يعني دم أحمر وكذا، فاستمر يعني البلاء يعني ما الحمد لله يعني الله ما أذن بالشفاء. الحمد لله. لكن في دائما بطنه دائما يعني يعوره، خاصة يوم يجي الليل، ويوم يعني ليلة الجمعة بالذات يعني تعب في بطنه، ألم فظيع. وفيه يعني بداية الزواج يعني في أسفل خاصرته اليسرى في وحمة سوداء يا شيخ، وحمة سوداء يعني غريبة جدا. فهذا موضوعه طيب يا أحمد، أنت وين الحين؟ في الإمارات تقول؟ أيوة، هو في الإمارات، أنا موجود هنا في السعودية، طيب شوف، والزوجة أنت في مع جدة. ما يخالف، هذا أنت تقول سحر تفرقة، أحيانا ما يكون في سحر تفرقة. أيوة. لازم نفرق بين الوهم وبين الحقيقة. إذا اسمعني، أنت بتقول شيء بخاطرك قبل لا أتكلم عشان ما نقاطع بعضنا. لا. طيب شوف، اسمعني يا أحمد. أحيانا ما يكون في سحر تفرقة، أحيانا يكون في عصيان من المرأة، أو في نفور من المرأة، أو في نفور من الرجل، في أشياء إحنا ما نعرفها بين الأزواج، لأن الأزواج ترى بينهم خاصية ما كل واحد يستطيع يعرفها. وأحيانا تكون بعض النساء ما تقول أنا والله اللي عندي كذا، أو الزوج ما عندي كذا، وفي شيء يفرقهم غير السحر وغير الحسد وغير العين. وأحيانا يكون هو الشخص نفسه يصيب نفسه أو يصيب زوجته بعين معجبة فيؤذيها ويؤذي نفسه. حصلت هذه كثير جدا، ثم يبدأ يتخبط، يراجع هنا ويراجع هنا، وهو أساسا هو اللي صاب. فالمفترض دائما الإنسان أول شيء يذكر الله على حق حلاله وعلى أشياء الخاصة، يسمي بالرحمن، ودائما يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا أفضل لفظا يقولها الإنسان على حلاله وعلى ما يملك من تجارة ومن أشياء، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بناء على ما في القرآن، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نقول هذا الذكر. لكن أخوك قلت إنه يستفرغ عند الرقية الشرعية ويتعب، معناته إنه في مشكلة، إنه لا يمكن أصلا أحد يستفرغ استفراغا أجلكم الله شرفكم في أثناء الرقية إلا إذا كان مصاب بمشكلة عارض صحي، أما بالباطنة أو شربا أو وطئا بالأقدام أو شما بالأنف، يعني مشموم أو منثور أو ما شابه ذلك. لذلك يا أحمد ضروري حنا كلنا نسمع هذا الكلام عشان ما يتكرر السؤال هذا. أنا لا تدرون ليش أنا قاعد أستعجلكم في الكلام وأحاول أوصل لكم المعلومة؟ بكون صريح وصادق معكم. احتمال كبير جدا إن بقائي في البث من الآن إلى رمضان، احتمال يمكن حتى بداية رمضان ربما أتوقف عن البث تماما، إلا في حالة واحدة، أن الله سبحانه وتعالى يستمر في معاونته لي ومساعدته لي، لأني والله وصلت إلى مراحل من التعب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأنا أبغى أوصل لكم أكبر كمية معلومة من المعلومات حتى تستفيدون. فعليكم كل من يعاني من مشكلة بالباطنة لا تطرق أكثر من باب من أبواب الرقاة، يعني لا نضيع وقتنا رايحين جايين علينا بما هو آتي. تنظيف الباطنة، انتبهوا بالله عليكم الكلام هذا. في ناس يتب ودي أفصل عليك شوية تب، ما أدري شجاني كذا فجأة عليك، ودي أقول لك يا تب ساعدني في الكلام اللي بقوله. اسمعوني، كثير أقول لهم نظف بطنك، يرسلوا لي خاص يقول كيف أنظف بطني؟ قلت جم العقة ودخلها من فمك وقعد تحرك المعدة. يعني بالله عليك تنظف بطنك، تروح للمستشفى، تروح للصيدلية، تقول أعطني شيء ينظف الباطنة، ينظف القولون. هذا اسمه تنظيف الباطنة. لازم تنظفون باطنيتكم باستمرار، خاصة اللي أكلوا السحر أو شربوه. لازم أقل شيء في الشهر 3 مرات، أقل شيء في الشهر 3 مرات في البداية، لأنه السحر المأكول أو المشروب الله يطول عمرك فوق راسي يتم. لازم نحن ننظف الباطنة، لأنه تستقر القولون خاصة، والأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة، فوهة المعدة، جرثومة المعدة، هذه خاصة اللي عندهم سحر مأكول مشروب أيا كان يروح للمعدة أصلا بيت الداء. فالمفترض يا أخوي أحمد الكلام هذا لك والكلام للجميع طبعا، بس ركز أنت معي عشان ما تقول لي بعدين طيب وش نسوي؟ أنت لا تبحث عن راقي، قد تلاقي لك راقي، قد يجيك اليوم راقي ما يجيك بكرة. الراقي هذا يبطل من الرقية، يتعب، يموت، أي أمر من الأمور. لازم حنا نكون فاهمين وش قاعدين نسوي، لازم نتعلم. قلت لكم تنظيف الباطنة مهم جدا، سواء عندك عارض صحي أو ما عندك عارض صحي، لأن المعدة بيت الداء.
ثقوا ثقه تامه اللي بيواظب على تنظيف معدته كل شهر مره واحده اقل تقدير، هذا اللي سليم، اللي سليم حتى اللي مسحور. لكن كبدايات المفروض انها 3 مرات في الشهر. اجيب حله، اكل الحله هذه، سواء فيه موجود في الصيدليات سنه، اللي هو سنه مكي موجود في الصيدليه الان على كبسولات، وفي غيره من التداوي موجود بالصيدليات. ناخذه وناكله وينظف الباطن عندنا، ينظف القولون، يشيل الاسحار اللي موجوده فيه، ترسبات مشروبه ماكوله مشمومه منثوره مرسوله بالاسماء، لانه لازم تجي الشياطين تعقد في الاماكن المعقده وخاصه منطقه القولون. انتم لو تشوفون اغلب الناس كثير جدا الان انتشر مرض القولون، يقول والله عندنا القولون العصبي، عندنا كذا، عندنا تقرحات بالقولون، عندنا مشكله التهاب بالقولون، عندنا تتشعب وكل يوم على علاج وما يستفيد اطلاقا. نظف قولونك، هذا اول خطوه. الخطوه الثانيه عليكم بالمشي وممارسه الرياضه حتى تخرج من اجسادكم عرق قوي جدا يخرج من اجسادكم. خروج هذا العرق ترى مو بلعب، خروج المسام والعرق. في ناس يقول لك لا، سبحان الله، اللي عليه عارض يحاول يعارضنا في الكلام حتى الناس ما تستوعب. في اشياء انا بقولها لكم يوم من الايام ان شاء الله، بسرد قصتي كامله في بث ليله واحده. تنظيف الجسد من الباطنه، تنظيف الجلد بالعرق، بالمشي، بالحجامه مهمه جدا. كذلك مهم جدا انتبهوا لهذا الكلام، النظافه. اوضح لكم النظافه ايش اقصد؟ نظافه الجسم كاملا. الرجل لا يبقي فيه الا اللحيه لمن ترك لحيته، ويحلق وينظف جميع المناطق المطلوبه تنظيفها. والمراه كذلك لازم يكون في نظافه داخليه في جسد الانسان حتى الشياطين ما تزرع في هالاماكن شياطينها. قص الاظافر مهم جدا، تقليم الاظافر. لا يجيني واحد يقول والله الاظافر هذه عاديه وحنا كذا ونخاف ان نوسوس ونخاف ان لا. الاظافر من الاشياء اللي تجمع الشياطين تحتها، وقاذورات الشياطين اجلكم الله، وفيها ما الله به عليم، خاصه اللي عليه اذى من الشياطين. يقص اظافر، ينظفها تماما، ينظف القولون، ينظف المعده، يتفقد نفسه دائما بالنظافه. لا تترك ملابس عندك في البيت مهجوره ومرميه ومتروكه حتى لا تستغل من قبل الشياطين. الحجامه مهمه جدا، شرب الماء والتضلع فيه يوميا على الريق بما لا يقل عن 4 علب من الصغار هذه الى 5 علب، تقرا فيها سوره الفاتحه وسوره الزلزله. سوره الزلزله مهمه جدا، سوره الزلزله مهمه جدا، لا تغفلوا ابدا عن قراءه سوره الزلزله على ماء دافي. حاول يكون الماء دافي الى حد ما، يعني يميل الى السخونيه، يميل الى الحراره، خاصه على الريق. هنا انت نظفت جسدك كاملا من الاعمال السحريه اللي انت شربتها، او حتى اجلكم الله من الترسبات اللي تبقى بعد السحر او بعد الحسد وبعد العين، لانها كلها تكتلات شيطانيه تتجمع في هذا المكان. ثم يبدا النفور بين الزوج والزوجه والخلافات الاسريه والخلافات العائليه. الحجامه مهمه جدا في هامه الراس، طبيا تكشف اول شيء على الاقدام، ضروري جدا على الاقدام، خاصه على ظهر القدم بين الاصبع الكبير والاصبع الصغير، يبعد عنها تقريبا بمسافه 2 سم في الحدود، ثم تحجمون في المنطقه هذه، مهمه جدا. احمد اخوك ضروري يطبق الاشياء هذه كلها. اضف الى ذلك اذا يستطيع انه يروح ياخذ عمره ويكون معكم احد يدخل الحرم، اذا دخل الحرم صلى واخذ راحته وشرب زمزم واغتسل وتوضا، ويعني سوى كل شيء في الحرم، وما دخل بغيبوبه او ما صار عنده دوخه او صرع او شرود، يعني كان طبيعي جدا، تصرف طبيعي جدا، فهو على كذا معناته انه صار بخير ولا فيه الا العافيه. لان اللي معه شياطين يصعب عليه انه يؤدي مناسك العمره او العبادات في الحرم بدون تشويش. يا شيخ واضح يا احمد؟ انا اعتمرت انا وياه قبل يمكن 5 شهور، وهو يعني وش كان فيه ما يعني طاح ولا بالعكس، ما تاثر اطلاقا؟ ما تاثر. لكن طيب. شوف يا شيخ فهد، انا بقول لك شيء، يوم نوصل يعني قريب من البيت حق الزوجه يبدا يغمى عليه. طيب يبدا يغمى عليه، خليه يقرا سوره التوبه، ويمكن تكون العله في الزوجه ما هي فيه هو، خلها ترقي. طيب يا شيخ، اقدر يعني عندي طلب، تقدر يعني تضيفني؟ اضيفك، ليش ما اضيفك؟ انا هنا لكم، ما جيت عشان احد، سويت لك اضافه، والمشرف موجود. اصلا تستطيع توصل لي عن طريق اي احد من الاشراف، او عن طريق انا، او عن طريق اي شخص. يعني سويت لك اضافه. يعني هو الان عنده دوام، بس لو حصل لنا فرصه يعني وهو يعني في جده سويت، اسمعني يا احمد، سويت لك اضافه، ادخل علي وحط رقم جوالك، وانا ما راح اوعدك الان بشيء لانه انا احتاج الان راحه شوي كم يوم. لا عادي يا شيخ فهد، الوقت خلاص سويت لك اضافه. خليه يا احمد، انا تكلمت لين تعبت، وفي الاخير انت تبغى رقيه.
انا قلت لك قد تكون الزوجه اللي عندها المشكله مو بهو، قد تكون هي اللي عندها مشكله، طالما انه هو اعتبر ويرقي ويفعل، وهي اذا قرب عند زوجته يتعب، قد تكون العله عندها، خلها هي كذلك ترقي. هي رقت كم مرة بس ما تبين سويت شيء. لك اضافه، حط جوالك وبمشيئه الله سبحانه وتعالى تواصل معك. إن أبشر. شاء الله. الله يوفقك يا شيخ فهد ويحفظك. وياك يا احمد، وياك يا أحمد. نحن لك وأنت لنا إن شاء الله. ابدا ابدا، حاضرين والله حاضرين باللي نستطيع. ابشر. الله يبيض استودعك الله، استودعك الله. اللي بعده. وجهك. ابشر. النادرة، الله يعطيكم العافية. شكرا يا توب، شكرا يا عبد الله لك. لازم توضح لي النادرة وين راحت؟ بنت العز. لا تقفلوا ميكروفوناتكم. يلا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله يا احمد الحربي. شكرا يا الله ساره. يسلمك ويبقيك يا شيخ. انا تقريبا بديت في الرقية تقريبا من قبل اسبوعين، ولكن الفترة اللي قبل ابدا فيها طبعا كنت اقول دعاء تحريج وانسى اني اطبق الرقية في اليوم، فكنت اتعب. والمرة اللي بعدها نفس الشيء، قلت دعاء التحريج لكن ما قدرت اني اقول الرقية. بديت اتعب، بدا يجيني خفقان، دوخة، شحوب، تعرق، يعني بدات تجيني اعراض كذا، فبديت فيها. فالان بدات الاعراض تزيد معايا، يعني الخفقان صار مستمر طول اليوم، يعني بدل ما كان كل اسبوع ما بين اسبوع لاسبوع، لا صار كل يوم. لانك بديت ترقي. طيب يعني هل انا كذا ماشي سليم؟ انت كذا ماشي سليم وماشي صح بنسبه 100%. طالما انه طيب. انا بدات تظهر الاعراض عندي، كل ما زدت الرقيه زادت الاعراض، معناته اني انا قاعد استفيد ورقيتي صارت مؤثره جدا. انا رقيتي بس شيخ بس في المويه كذا، اشرب وبعدها اتوضا فيها وطبيعي اكمل. ممتاز. وش خليت؟ واستمر عليها ان شاء الله الى ان يزول الاذى. اي طبعا استمر. بيض الله وجهك. اي استمر طبعا. انا قلت لك رقيتك ممتازه جدا، وهذا يدل على انك استفدت وانك على الاستجابه وعلى الطريق الصحيح. استمر. واصلا يكفيك ويكفيني ويكفي كل اللي قاعد يسالون سوره الفاتحه والزلزله قبل النوم على الريق، تنفث على الماء وتشربه. ولو عندك زيت زيتون تحط منطقه السره بعد كذلك كفايه. وبعد فتره من الرقيه تحجم، لا تغفل. طيب بس بالنسبه للدوخه والاشياء ذي، لان رحت سويت تخطيط قلب وكل اموري طيبه يعني. خلاص احمد الله، طالما انك كشف طبيا وما عندك شيء، معناته انك استفدت من الرقيه. استمر عليها باذن الله. الله يعطيك العافيه يا دكتور. وياك يا احمد، استودعك الله. بنت العز افتحي ميكروفون. يطلعكم تب ويتعب عليكم وبعدين تقفلوا ميكروفوناتكم. يلا افتحي. عبد الله معك حق، المشرف معك حق تسالني هذا السؤال وبجاوب. الله يكتب اجرك، الله يكتب اجرك يا رب. الله يحفظك. طيب بنت العز ما قبلت، شوف لنا احد يا تب الله يرضى عليك، لو نطلعها مره ثانيه هي واي احد. استغفر الله واتوب اليه. لا تفكرون ان في احد اماني. نعم تب طلب اماني. يلا يا اماني. الو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ أنا عندي رؤية شفتها قبل يومين تقريبا. حلمت إنه في واحدة لونها أسمر مرة، يعني حرمة كذا، جلست تقرأ قرآن على ظهري، بعدين قالت لي أنت أسفل ظهرك جن لونه أحمر، ملك اسمه شمهروش، شافك دخل فيك، بس انتهت الرؤية. وانت على رقيه ولا لا يا اماني؟ اي والله يا شيخ مرات كذا، يعني مو دائما لأني لي فترة طويلة عليها. عندك كدمات بالجسد في اي مكان؟ أحيانا تطلع. تميلي للون البني الغامق؟ لا صراحة أخضر أو أزرق، شيء زي كذا. في تقرحات اكثر من كذا او يطلع صديد من اي مكان من الجسد؟ لا. قبل يومين شفتيه صح تقولين؟ ايوه تقريبا كذا 3 أيام. متزوجه ولا لا؟ لا. معليش ما بسأل عن السن، بس انا بقول انت في محل الزواج، يعني لو تقدم احد انت
يعني مستحق أيوة. الزواج ولا لا زلتي فيه؟ طيب أيوة في سن. أيوة. ترفضين الزواج اذا تقدم احد؟ لا صراحة على حسب يعني. انا قاعد اسال. لا شوفي جاوبيني باللي انت فيه عشان ابغى اشخص حالتك، لان الموضوع المنام اللي قلتيه انا ما عجبني، لذلك انا بمشي معك شوي بعدين بجاوب عليه. تمام. اذا تقدم شخص تقبلين عادي؟ لو جاء شخص فيه خير وتقدم ممكن تقبلينه؟ أيوة. سبق انه انخطبتي من شخص وما تم الزواج؟ لا صراحة يعني هم كذا يسألون يتكلمون من بعيد لا 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 لا، ما اتكلم عن اللي يتكلمون بعيد، كثير يتكلمون، اتكلم عن خطبه رسميه حدثت او شخص انت تعرفين تمام المعرفه ان هذا الشخص يبيني وانا ابيه واسمه تم، انت تعرفين. لا يا شيخ ما صار. طيب شوفي هذا المنام اللي قلتيه الحمد لله الان خلاص واضح انه ما في شيء ابدا. لا هذا اسم من اسماء الشياطين، نعم هذا اسم من اسماء الشياطين من كبارهم تقريبا او من حتى من هم كلهم صغار تحت الاسماء. هذا المنام يدل على انه في شيطان حاول الاعتداء او حاول زرع التخويف عندك انت حتى تصبحين انسانه خايفه وتدخلين في متاهات لا لها اول ولا لها اخر. العظام عندك سليمه والمشي والحركه أيوة والوزن كله الحمد لله كل شيء سليم. اذا هذا المنام تلاعب من الشياطين لمحاوله زرع التخويف انه انت فعلا مسحوره وانه في جن مستقر بالعمود الفقري، وهذا الشيء غير صحيح وما في الا العافيه اطلاقا. من باب الاحتياط نجيب زيت زيتون ونقرا عليه سوره الفاتحه والزلزله المعوذتين الكافر والاخلاص وايه الكرسي مهمه جدا، وتمسحين العمود الفقري. احد عندكم في البيت يمسح العمود الفقري كاملا حتى اسفل الظهر مرتين 3 مرات وبعدين تتوقفين. والله يا شيخ هذا نفس كلام شيخ قال لي زي كذا. أنا فعلا يجي آلام قوية أسفل الظهر. بس سوي اللي قلت عليه وفي نفس الوقت سوي أشعة مقطعية، فلربما تجدين شوية خشونة في أسفل الظهر. إذا سويتي أشعة مقطعية ربما تجدين خشونة في أسفل في عظام الظهر من الأسفل. خطيرة يعني أو عادي؟ لا 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 ما في أي خطورة ولا شيء. أنا سألت عن الوزن قلتي لي الوزن طبيعي ما في شيء. أي نعم صحيح الوزن طبيعي ما في شيء. لا طبيعي جدا. طيب أنت إذا وقفتي طلتي الوقوف في المطبخ أو في شغل أو في كذا شغل البيت هذا إذا كنتوا تشتغلون كلكم الحين معتمدين على أحد يخدمكم، تتعبين؟ يتعب المنطقة هذه ولا ما تتعب أسفل الظهر؟ إذا طولت في الوقفة أيوة. وأنت لسه يعني خلينا نقول تحت 35؟ أيوة تحتها طبعا الحمد لله. الشيء خفتي؟ أنا ما أبغى أقول فوق تحت 50، قلت تحت 35 يعني 28 27 في الحدود. أيوة المفروض توقفين 9 ساعات ما تتعبين. طالما تتعبين اسمعي كلامي، روحي بكرة سوي أشعة وسوي أشعة مقطعية إذا استطعتي، أو أقل شيء كشف طبي وتحليل شامل، فلربما يكون عندك مشاكل في المعادن ونقص في المعادن هي اللي سببت المشكلة بس في الظهر. لكن جن وما جن شيليها من راسك لا تفكرين فيه. لا بس خوفني اسمه فقط استغربت يعني. اسمه موجود، هذا اسم من اسماء الشياطين، لكن ما هو معناته انه موجود انه خلاص تلبس. الحمد لله. هذا تخويف. شوف الشيطان اذا نوى يدخل على جسد الانسان او يسوي له شيء ما يجيه في المنام يقول ترى انا بدخل بظهرك، يدخل ولا يعلمه. ايه يا ساتر. استغفر الله واتوب اليه. سبحان الله انتم تنبسطون اذا طلعت، وانا والله اني انا يعني حتى لو كنت تعبان سبحان الله افتح البث اجد راحه. ما بغيت افتح ليلين نفس الطريقه. والله كانوا الاولاد عندي قلت لهم وش رايكم الساعه 11 ونص 12 قلت تدرون والله خلني افتح. وعدت الناس البارح خلني افتح وانا والله مرهق، لكن اذا شفتكم ارتاح وينطلق الليل وما عاد احس فيه. عسى الله يجمعنا وياكم. بغيت اقول الله يجمعنا وياكم في على لقمه عصيده في الجنه يا رب. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا طيبة القلب. كيف الحال؟ عساك طيب؟ الحمد لله بخير. الله يجعلك دوم يا رب. معلش عندي حلم وعندي استفسار. قول. الحلم الأول اللي هو شوف القيامة سبحان الله قامت، شوف الأرض ارتجت كذا يعني، وأشوفني طلعت من البيت وأنا لابسة عباتي، وأشوف الناس كلهم طلعوا كذا يعني بملابسهم يعني اللي عليهم، وأشوف سبحان الله السماء فتحت، وأشوف المهم طلعت أنا من بيتي ومشيت، شفت أمي في نص الطريق كان نفس الشيء لابسة عباية. المهم يا شيخ وبعدها مشينا لين أرض المحشر، وإيش خلاص أشوف سبحان الله يعني الناس صفوف كذا يعني خلاص في أرض المحشر، وأشوف
طاح على أمي عمود الكهرباء هذا. م- م. شفت هذا الضغط عمود الكهرباء الكبير. استمري، واضح، أعرف، استمري. أيوة، فأشوفه كذا طاح على أمي، وبعدين حمدت الله وشكرته إنه أمي ما جاها شيء. سجدت يعني لله إنه أمي ما جاها شيء، وخلاص وانتهى الحلم. أنتم مريتوا بفتنة، أنتوا الأسرة فتنتوا أسرتكم، صار عندكم مشكلة أو قلق وتوترتوا الأيام اللي راحت؟ نعم. الوالدة تعرضت للسوء وسلمها الله سبحانه وتعالى من هذا السوء أيا كان؟ نعم. هذا المنام يدل على أنه أنتم وقعتوا بفتنة اللي هي القيامة، تشوفين القيامة، هذا يدل على قيام فتنة في حياتكم، أو مشكلة أو قلق أو توتر عندكم، وتساقون إلى المحشر. هذا يدل على أنه فصل بينكم وبين من فتنكم، سيفصل أو فصل بينكم وبين من فتنكم أيا كانوا، سواء من الجن أو من الإنس، فصل بينكم أو سيفصل بينكم بالحق. الوالدة تعرضت للسوء ربما يكون قوي جدا، لكن الله سبحانه وتعالى سلمها من هذا السوء، سواء لفظي أو يدوي أو بأعمال مؤذية من أعمال الشياطين. هذا يدل على سلامتها من هذا الشر. نعم. أيوة، من العين يمكن والحسد، والناس كلهم كذا صاروا يعني يتكلمون في أخوانه زي كذا، لحد لهم لا وظائف ولا شيء. أي كلهم هذه خلاص فتنة، صاروا هذه فتنة يتكلمون عن نعم، أخوانه. فتنة عمت على المنزل كله، لأنه أنت خرجتي من المنزل بعباية والوالدة طلعت تساقون للمحشر. هذا يدل على انتصاركم بإذن الله سبحانه وتعالى. ينتصف الله لكم وينتصر لكم ويفصل بينكم وبين السوء اللي وقعتوا فيه. نعم. وش السؤال اللي تبغى تسألين عنه؟ السؤال الثاني، عندي أخويا يعني هو تعبان. كيف أقول لك، إذا جاء المطر جات البروق زي كذا، تجي كذا نفضة سبحان الله، خلاص يخاف يعني ما عاد يطلع برا. إذا شاف البرق، أيوة أو إذا شاف، أو إذا طلع وتعرض لمطر وبرق. أيوة إذا يعني شاف برا يعني مطر وبروق زي كذا ما عاد يطلع، خلاص تجي زي النفضة كذا. طبيعي جدا، لا توهمون انه هو معناته انه عنده عله، طبيعي جدا. لا هو آخر مرة جته الحالة دي يقول، فما حسيت بعمري يعني، طحت على الفراش. طبيعي جدا. في ناس يخافون من البرق، يخافون من المطر، يخافون اساسا البرق ولا الرعد والامطار ترى فيها تخويف من الله سبحانه وتعالى. واحيانا يكون الانسان عنده عين او عنده سحر او عنده حسد او عنده مس شيطاني، وهذا المس ما يؤذيه اطلاقا، وكانه ساكن بلا حركه وبلا اذى. هالجمال وش هالجمال. سبحان الله. ثم عندما يصير برق او رعد يتاذى هذا صاحب هذا الاذى اللي عنده مشكله، يتاذى يتعب. لكن احنا ما نبغى نقول لا خلاص انه مسحور او في شيء، ما يخالف، اقرأوا عليه قراءة ميسرة، وفي نفس الوقت ثقي ثقة تامة انه كثير ناس نفس مشكلة اخوك هذا يعاني وقت البرق وقت الامطار وقت كذا، ما يستطيع يطلع حتى للمويه، ما يوقف قدام المطر، ما معناته انه فيه مشكلة. طالما انه ما يتعدى طوال السنة كلها لين يجي برق او مطر او رعد يصير عنده كذا مشكلة. يقول له يحس كذا بنفضة كذا يعني مرة، يعني ما يقول ما يقدر يسيطر حتى على نفسه يعني. هذا خوف، هذا خليني احطه بين قوسين، هو خواف بس. والله ما أدري. والله جبتها من الأخير، خواف، أخوك خواف. مرحبا يا طيبة. الله يعطيك العافية إن شاء الله، هو ما تقصر. استودعت الله يا طيبة القلب. طيب عندي حلم بس بسيط وخلاص. والله ما أدري، هذا يديني مرفوعة، ما أدري، تب ما يقصر يطلعكم وعبد الله ينزلكم. طيب اللي دعم، أي نعم. السلام عليكم شيخ. في كنف الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا. شيخ تصبر معي لأن ما أعرف أتكلم عربي كتير. أنا كنت عملت رقية في أقول 3 أشهر، وكنت مرضت كتير. كنت عملت رقية ديال الحبة السوداء وتمر العجوة السعودي وماء زمزم. في الفجر الصبح أخذ 7 حبات سوداء مع التمر، وفي زيت زيتون مقري عليه الرقية. قريتها أنا بنفسي. أحسنتي. وفي اليوم الثالث في اليوم الأول يعني أقوم في الفجر، أصلي الفجر وأقرأ القرآن من القرآن وأكل التمر وأشرب الماء. في اليوم الثالث بدأت يا شيخ مرضت كتير 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 كتير. يعني
وصرت أشوف أحلام يعني جد سيئة، ولكن عرفت بأنها تلاعب من الشياطين. يعني كلما كانوا يعجزوني عن أقوم أصلي الفجر أقوم. يعني كأني أجاهد أفعل ضد ما يقولون، يعني ضد ما يقولون لي. احسنتي. ولكن الشيخ في اليوم يعني في اليوم السابع كنت أسوق السيارة، كنت مسافرة في مدينة أخرى، وكان كنت مشغلة القرآن لأني كنت آمم أغ أق أقود السيارة بالليل، ولما صرت أقرأ القرآن كان ذلك آخر يوم من الرقية، كنت ما مش لم النظر ما عدت أشوف الطريق. صرت أقول لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آآ ويرجع لي يشوف، بعدين يمشي يشوف، بعدين يرجع يشوف، بعدين وقفت في طريق السيار وصرت أستفرغ، 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 أستفرغ. بعدين ذهبت عند أمي، صرت أبكي، أبكي وأقول لها: "أرجوك فيقيني لأصلي الفجر." لأني كنت أحس بأني ما راح أقوم للفجر. بس قبل ما أقوم للفجر كنت حلمت بيك، لأن ف قبل ما أنام كنت جد قلقة وجد حزينة. يعني حلمت بيك، كان الفجر ف أقول 15 دقيقة قبل الفجر. جيت أنت دخلت من باب بيت أمي، ودخلت وقلتِ لي: "السلام عليكم." قلت أنا أشوفك مستغربة، أقول: "هو كيف جا من السعودية؟ لا يمكن يجي من السعودية." وقلتِ لي: "السلام عليكم، أنتِ ما اشتكيتِ مني لله." قلتِ: "ليش الشيخ يقول أنا لا يمكن أرقي إذا ما كان معك محرم، وأنا ما عندي أب، ما عندي أخ، ما عندي ولا أحد لحتى الشيخ أذهب له ويرقيني، لأن أعرف أنني بي شي ولكن ما أعرف يعني ممكن الشياطين يتغلبوا علي." وقلتِ لي: "أنا جيت لحتى أرقيك." وأخدت الأصبع الثاني في اليد، عملته في هكذا في فمك، ووضعت يدك في سرتي، وصرت تقرأ القرآن. لما تقرأ القرآن قلتِ لي: حسيتِ بشي؟ قلت لِك: "لا، لأني البارح استفرغت." قلتِ لي: "أحسنتِ. أنتِ بتيجي بعدين لعندنا للسعودية." وأنا أشوف وأقول: كيف أنا راح أجي السعودية؟ لا يمكن لي أجي السعودية." وبعدين كان شي غريب لأن ما ذهبت من الباب، كأنك نقصت من الشرجم، يعني من the window، النافذة. من النافذة. yes. أقول: "شيخ لا تذهب، راح يشوفوك، أنت لازم ترقي، إذا ذهبت، إذا فقت في الصباح لازم ترقي." وكأنك شفت، يعني أنا هذا كنت كنت أريد أقوله، ولكن أقول: أنا كيف أقول لشيخ لازم يرقي نفسه؟ هو أدرى، هو أدرى إنه لازم يرقي، هو كيف جا بهذا الوقت في الفجر؟ وقلت لي كأنك عرفتني أنا أفكر، وقلت لي: "لا تخافين، أنا الصبح لا كان حلمت يوم الجمعة، الغد كان السبت، وكان السبت فعلًا ما فت ما فتحتش البث." كنت بعدين فتحت البث يوم الأحد وقلت لنا: "أنا عملت الرقية بالسدر، لذلك أنا لم أكن معكم البارحة، ما فتحتش بث." وأنا قلت سبحان الله، كان عندي إحساس إنه البارح الشيخ كان بيرقي نفسه، وقلت الحمد لله. وكنت أريد أتواصل معك هذا كان 3 أشهر، وأنا أريد أتواصل معك لحتى أقول لك هذا الحلم اللي أنا أحلمته، وكنت أقول أنا كنت أريد أقول للشيخ يسامحني لأنني فعلًا كنت اشتكيت لله، قلت ليش الشيخ يقول كده، أن إنه ما يمكن لي أرقي إذا ما كان معك محرم، لأن أنا ربي أنت عارفني، ما ليس عندي محرم. انتهى. نعم. هذا المنام سامحني. المنام هذا قبل كم؟ قبل 3 أشهر؟ نعم 3 أشهر شيخ. أنت من الجزائر؟ لا، من المغرب.
من المغرب وتقولين ما تتكلمين عربي، احسن مني انت قاعده تتكلمين الحين، انا ممكن اكسر بالعربي. شكرا. اي ما شاء الله، لا كلامك مفهوم واضح يعني، شكرا. ما شاء الله. الاقامه وين الان؟ انت مقيمه وين؟ أنا الآن في المغرب، ولكن بحكم الوظيفة كل مرة أكون في مدينة، ولكن أنا بالعربي العربية أو المغربية طيب ما أحكي بها منذ الصغر. يعني أنا تعلمت ما شاء العربي الله في ما شاء 9 الله. سنوات 10 سنوات. متزوجه ولا او بدون يبدو انه انت عزباء، ويبدو انه اساسا ما في محرم. نعم، لا ويبدو انه انت تتنقلين من عزبة. منطقه لمنطقه بدون محرم. اي لا، انت بحكم الشغل نعم. بحكم الوظيفه هو يعني ما شاء الله. طيب هذا المنام اللي ذكرتيه، نعم ربما انا احتجت الى امر ما، نعم فيه جزئيه من المنام تخصني انا، احتجت الى امر ما يخصني انا شخصيا، وهذا واقع. اما ما ذكرتيه في المنام كاملا هذا يدل على انه انت بالفعل رقيتي نفسك واستفدتي من الرقيه. اما اللي يحدث من فقد الوعي او فقد النظر خلال المسيره بصوت القران، وعندما تقولين لا اله الا الله وتعودين مره اخرى ثم دخلت البيت انا وخرجت من النافذه بوضع اليد على السره، هذا يدل على يا ياسمين، يدل على انه انت ما شاء الله لا قوه الا بالله كنت، واسال الله ان تكونين كنت على هدى. لكن يبدو الان تحسنت الاوضاع عندك تقريبا من 4 أشهر او 5 أشهر او 3 أشهر كاقل حد يعني. تعلقا بالله، تعلقا بالله وخوفا من الله ومحاسبه للنفس، بديتي تحاسبين النفس عن كل صغيره وكل كبيره في اتجاه الله سبحانه وتعالى، وكانوا تعلقتي بالله اكثر. الشيء الثاني يدل على انه انت استفدتي من الرقيه اللي انت ترقينها خير من الاخرين. وجودي في المنام انا يدل على انه انت طبقتي شيء من اللي انا قراته او اقوله او نفعله وتطبقين واستفدتي من هذا الشيء. نعم شيخ، أريد أن أقول لك رؤيتين حلمت بهم بك فقط، ليس بي، هم جد قصيرين يعني. طيب تاخذ فرصه ثانيه يا عبد الله، السلام لانه عليكم. انا في بعض الرؤى اللي فيني انا ودي اسمع المره الثانيه ان شاء الله. حبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مين؟ بوس. الله، أنا بنت، الله يسعدك يا شيخ. تحلمت أي. حلمين بس طبعا. كلهم يتشابهون، يعني في رمز مرابط بينهم. الله يعافيك يا شيخ، أنا تحلمت إن بيتنا كان كله ظلام كأنه مسكون، هذا إحساسي بالمنام. وأشغل اللمبة البيضة اللي بغرفتي عيت تشتغل، كنت أحسب إن الكهرباء طفت بس ما هي طافية. أي. وكان أبوي بغرفته وأمي بغرفة أختي اللي قدام غرفتي نايمة بالأرض، حاطة فراش نايمة. الحلم الثاني يا شيخ إني قمت من النوم وأبي أشغل اللمبة حقت غرفتي، هنقت يعني علقت أو ذبذبت ما تشتغل، وهربت لأني أحسبها بتحترق أو بتنفجر. ورحت لآخر غرفة في بيتنا عشان أصحي أبوي، وكأن هالغرفة في بيتنا القديم ما هي غرفتنا اللي بالغرفة اللي بالواقع يعني. طبعا كله الظلام بالمنام. ورحت صحيته ما بأخوفه، قلت له قوم صلاة الفجر. أنا صحيته قلت قوم صلاة الفجر لأني أنا كنت خايفة بس ما بأخوفه. من هو صحيتي؟ من؟ أبوي. ايه استمري. لأني أنا كنت خايفة ما بأخوفه، قلت قوم صلاة الفجر مع أن الساعة 1:53 بالليل، وما بأوضح إني خايفة. ورجعت الغرفة وفجأة أسمع صوت أبوي عالي كأنه معصب أو يهاوش، إلا وأشوف إصبعه الوسطى ما أدري ما أذكرها أو السبابة محترقة كأنه من الكهرباء. ودخلنا غرفته سألته وديك المستشفى، وأفتح ثلاجة غرفتهم وأدور شيء بارد أو كريم عشان أحطه على الحرق، ولقيت شاشة كأنها مستعملة بس جاهزة وكأنها متخصصة للحرق وعليها لون أحمر نفس المعقم حق المستشفيات، وأحاول أحطه عليه وانتهى الحلم يا شيخ. بس انت عزباء وساكنه مع الوالد والوالده؟ صحيح. انت تحاولين تصلحين شيء في البيت بين الاهل، خلافات او يرقون انفسهم او ترشدينهم لامر، اي ولا لا؟ أنا ما أدري والله يا شيخ. انت على رقيه اساسا؟ صحيح، يعني أنا أبوي دائما يقول لي ارقي نفسك كذا. يعني هم اللي يقولون سوي هذا الشيء، يعني صح. الوالد اللي يطلب من عندك، مو بنتي تطلبين من عنده. صح، وأنا أحاول والله إني محافظة على صلاتي. وتحاولين لكنه تتعثرين في كل مرة. ما أتأثر، يعني كأني أنشغل. تتعثرين ما قلت تتأثرين، يعني صحيح. تبطلين، يعني صح. بدل ما تستمرين لا تتوقفين لأي سبب.
طيب وش معناته؟ هذا معناته هذا المنام يدل على انه انت فعلا استوجب عليك انه ترقين وتستمرين بالرقيه، لا توقفين ابدا ولا تقلقين، لانه ما في شيء الحمد لله، ما في شيء يستوجب هذا الخوف كله ابدا. معليش، العمر فوق ال30 ولا تحته؟ لا 28. 28. ايوه. تتفكرين بشغله معينه، بزواج او بوظيفه او بشيء؟ وظيفة ايوه زواج. تفكرين بهذا الامر يعني مقلقك شوي، متوتره من هذا الامر. ايه، وبعدها انا اصلا الشيخ قال لي اقري ارقي على نفسك، كنت مجهزة الرقية بنفس اليوم تعبت، هذا بعد المنام يمكن بيومين. طيب شوفي انا ليش سالت عن هذا الشيء؟ لانه واضح انه انت عندك توتر، والتوتر هذا هو سبب الخوف، هذا القلق كله. نعم انت تحتاجين الرقيه الشرعيه، لكن الرقيه اللي تحتاجينها رقيه فقط لدفع ضر الشيطان، حتى لو كان مو بشرط يكون الانسان متلبس. احنا اذا قلنا ترقي نفسك مو معناته انه انا هذا الجسد اللي انا برقيه معناته ان داخله جني، لا. حطوا بالكم بالله، الله يرضى عليكم، فرقوا بين هذه الامور. اغلب الناس الحين نقول له اذا قلنا له ارق نفسك خلاص معناته ان انا ما راح ارقي نفسي الا اذا كان داخلي جني ماسك داخل جسدي قاعد يتصرف في تصرفاته يحركني زي ما يبي. لا، مو بشرط. احيانا يكون الانسان يتعثر بفعل الشياطين، فعل الشياطين مو بشرط انك تتلبس فيه، تغويه اغواء. يعني انا الحين بروح اصلي يجي شيطان يغويني عن الصلاه، يجيني خاطب مثلا، امراه يجيها خاطب، يجيها كانه احد يقول لها لا تتزوجين، ترى الزواج قلق وتوتر ومشكله. تبحث عن وظيفه يجيها خمول، يقول لها ارقدي مو باليوم، بكره قدمي، بكره قدمي بعد بكره، يعني في تسويف. هذا يدل على الانسان هذا يبغى يرقي نفسه حتى يطرد وسواس الشيطان ويطرد تدخلات الشيطان الخارجه عليه حتى يتمكن من حياته. ارقي نفسك، استمري، اسمعي كلام الوالد والوالده، ويبدو انه انت قريب جدا. ايوه. بتكونين انت الشعله في البيت، بتكون انت الشعله المضيئه في البيت. يعني خير ان شاء الله. طبعا خير ونص، يعني انت بتكون قلت انت بتكون الشعله المنيره في البيت، يعني بتكون انت اللمبه المولعه في البيت. الاهل راح يستفيدون من عندك باذن الله، سواء بوظيفه او بزواج وتوفيق، او انه رقيه راح تكون مؤثره عليك انت وعلى الاخرين، وراح يستقر حياتكم باذن الله سبحانه وتعالى. الله يجزاك. ثقه تامه ان هذا المنام طيب جدا، ويشير الى انه وكان احد جاء طق الباب قال يا فلانه، قلتي نعم، قال ابدا يسوي كذا كذا لانه ترى ابد تحتاجين ايام بسيطه تنطلق الحياه عندك. طبق اللي قلنا عليه، استمري على الاستغفار، كلمة التوحيد مهمة جدا بحياتكم، وعسى الله يحفظك ويرزقك من حيث لا تحتسبي. في امان. امين يا رب، الله يجزاك خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا حبيب. الله يعافيك يا شيخ. أنا رأيت رؤية كأني شفت الناس مجتمعين في يوم، يعني هذا اليوم مهم، ينتظرون زي الموكب أو زي الشخصية المهمة بتمر في هذا في نفس المكان اللي مجتمعين فيه الناس. وكأني أشوف كل واحد يعني يهتم بشكله ولبسه، يحاول يعني يبرز بأفضل صورة عشان الشخصية المهمة إنها تختارها من الناس هذولي. فأنا جيت سألت إنه إيش في هنا، إيش اللي حاصل أو إيش تنتظرون؟ قالوا راح يمر موكب أو تمر شخصية مهمة، لازم يعني كل شخص إنه يكون هو الأفضل إنه يروح في هذا الموكب، لأن احتياجاته كلها راح تتلبى. فأنا حسيت نفسي إني أنا بكون الأفضل، وجاء الموكب وركبت في الموكب هذا اللي هو سيارة. طبعا لما ركبت أنا ركبت في المقعد الخلفية في النص. كان يسوق السيارة الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه. آمين. في اليمين الملك سلمان الله يطول بعمره. آمين. فلف علي الملك سلمان وهو مبتسم، قال لي أطلب وش تبغى؟ فقلت له أنا ما عندي شيء، ما في شيء بطلبه. فكان الأمير محمد بن سلمان عارف إن عندي شيء، بس إنه ممكن أنا مستحي أو إني مثلا بكتم هذا الشيء في صدري، يعني ما أبغى أقوله أو ما أبغى أتكلم فيه. فقاعد يصر علي، يحاول يفهم مني على أساس إنه بيكلم الملك سلمان يلبي لي هذا الطلب. وكان الملك سلمان يعني طالع قدام ومبتسم، وأنا كنت رافض إني أقول الشيء، قاعد أقول ما عندي وهو يصر. فبعد الإصرار إيش قلت أنا؟ قلت لا أنا ما عندي شيء، ولو في شيء بطلبه من الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا لما قلت هذه الجملة في نفس الحلم، يعني في أمر دنيوي يعني ذكرته في الحلم إنه صحيح فعلا هو هذا الشيء اللي أنا كنت بطلبه، بس إني أنا امتنعت في الحلم إني أقوله. فقلت أنا إذا في شيء بطلبه من الله سبحانه وتعالى. وانتهت الرؤية وإحنا يعني السيارة متجهة لقدام والملك كان طالع قدام. طيب أبشر، مرحبا يا تب، مرحبا حبيبي الغالي، على راسي يا تب، على راسي والعين. حبيب،
تفضل. انت موظف حكومي. اي نعم. اول شيء اسال الله العظيم، انا تركتك تقول المنام في سمو الامير محمد وفي والدنا وقائدنا وحبيبنا الملك سلمان، تركتك تقول عشان نذكرهم بدعوه. احنا 22200 ولا انا ما افسر الرؤى اطلاقا اللي فيها حضرتهم. احترام واجلال لهم حتى لا نخوض كثير عشان ما يدخلوا معنا ناس كثيرين وانتم تعرفون الهدف من منعي لهم. لكن اول شيء اسال الله العظيم رب السماوات والارض ان يحفظ ولاة امرنا خادم الحرمين وولي عهده الامين. المنام هذا جدا مبشر لك ولي وللامه الاسلاميه وللملك سلمان ولولي العهد ولكل اللي يسمعون الحين. في بشاره قادمه باذن الله سبحانه وتعالى لهذا البلد. في بشاره قادمه باذن الله سبحانه وتعالى قريب جدا، الله اعلى واعلم متى تكون، ولكن في بشاره راح تسمعونها قريبه جدا ومبشره جدا. طبعا انا يا شيخ حلمت فيه، يعني هذا الحلم كان في 10 من ذي الحجه، يعني قبل يوم طيب عرفة. نعم بكمل لك، ابشر حتى لو كان قديم المنام موجودين. واسال الله ان يديم عزهم. المنام هذا يدل على انه انت الله اعلى واعلم فيه امر لك، كنت تبحث عن شيء في داخل عملك سواء ترقيه او انتقال او رفعه او اي امر او خلاص من مشكله، وكنت تعتمد في مشكلتك هذه على الله سبحانه وتعالى. يعني اكثرت الدعاء واكثرت الالحاح على الله بالدعاء في هذا الامر. فان كان حدث فنعم، فان لم يحدث فسيحدث لك امر تبحث عنه في مجال عملك، وهو واضح انه في دائره حكوميه وراح توصل له باذن الله سبحانه وتعالى. الله اعلى واعلم، مشكله حدثت او رغبه في منزله اعلى او اي امر انما ستتحقق باذن الله. ايه بس هو فعلا في امر، بس يعني ما هو له علاقه ابدا في عملي هذا الامر. وش يخص؟ تجاريا؟ يعني ما شاء الله يا شيخ الوطن العربي انت مشهور عنده، يعني انا ما اقدر اصرح بعد. تجاره، ربما تجاره او اي امر قلت لك في شيء راح تفوز فيه انت تبحث عنه. نعم. طيب عندي سؤال بس فقهي بسيط يا شيخ. اسال. انا عندي مشكله، يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احيانا في الدعاء يا شيخ يعني يدخل علي الشيطان، تعرف انت الشيطان يعني احيانا يدخل على البني ادم. وش يقول لك؟ ايه في الدعاء انا لما ادعي، يعني انا من الناس اللي مثلا ما اقتنع بموضوع، يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تقتنع ان الدعاء هذا راح يصير؟ لا مثلا لما يجيك احد يقول انت لما تدعي بشيء خلاص وصلت يعني مثلا نقطه معينه، خلاص الامر هنا خيره، تمام. انا ما عندي فكره الخيره هذه، يعني عندي لازم اكمل ادعي. فانا بس ابغى افهم موضوع الخيره في الدعاء. انت تقصد يا حبيب انه انا مثلا بدعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقني كاس مويه وما تحقق لي هذا الامر، المفترض اني انا اقول خيره. اي نعم. انه ما تحقق، انت لا تقول لا انا ابيه يتم هذا الشيء. بالضبط. بالعكس هذا يدل على قوه ايمانك وقوه تعلقك بالله سبحانه وتعالى وعلى يقينك انه هذا الشيء سيتحقق، وخاصه اذا كان ما يغضب بالله سبحانه وتعالى ايا كان في مجال رزقك في حياتك. ترى مو كل شيء ادعو الله معناته انا ادعو الله الا كان ادخل الجنه بس، لا، في احيانا الانسان يحتاج اشياء في دنياه، انه الله يرزقني الزوجه الفلانيه، ان الله يرزقني صحبه الشخص الفلاني، ان الله يرزقني رفعه في دوامي، رزق مبارك في مالي، صحه كل هذه. بالعكس هذا الالحاح. انا كنت خايف انك تدعو الله وانت متخوف انها ما تقبل، هذا اللي كنت خايف منه، لكنك تلح وتصر وتقول لا ابغى يستمر هذا الشيء، بالعكس هذا يدل على انه انت متعلق بالله سبحانه وتعالى. لكن نصيحه لك انه دائما لما ندعو الله سبحانه وتعالى والح عليه بالدعاء، والوقت اللي انا ادعو الله فيه مثلا يعني عندي احد مريض وادعو الله ان هذا الولد يشفى مثلا، ثم ادعو طبعا راح استمر في الدعاء، بعدين يفاجئني مات، مع العلم اني انا قاعد ادعو له انه يسلم. قلت ليش ربي انا قاعد ادعيك انه يسلم وانت تموت علي؟ معناته انه في خيره اختار الله سبحانه وتعالى، ما يحتاج اني انا افكر فيها اصلا، على طول اقول الحمد لله والشكر انه الخيره هذه اللي تمت، لانه اساسا ما تمت الا ان فيها رضا لي لو كشف عن هذا الغطاء. صلى الله يبارك فيك يا حبيبي، احمد الله على كل حال. عشان ما اطول اكثر من كذا، انت تتكلم عن سنه كونيه، انا ما اقصد فيها سنه كونيه، انا اقصد مثلا عكوسات للدعوه، انه انا ادعو الله بس ما يتحقق لهذا الشيء، تصير عكوسات بنفس الدعوه او في نفس الرغبه. مثلا اللي انا يا شيخ اتمنى اني امتلك هذا البيت، فدعيت هذا البيت، فصارت عكوسات انه مثلا صارت مشكله على هذا البيت، من الله سبحانه وتعالى. ثقة تامة، هذه خير من الله سبحانه وتعالى، لأنه ربما أنك أنت تأخذ هذا البيت ويحدث لك فيه مكروه أسوأ مما أنه البيت يصرف عنك. طيب أنا
اسمع أنا والله ليش اني ما اعرف واحد أدري عز التجرؤ؟ المعرفه دعا الله سبحانه وتعالى في بيت له ورث، كان اذكرهم كان عندنا في الحاره يطلب دائما يقول انا ابغى اسال البيت هذا اذا مات ابوي اخذه، وفعلا مات ابوه سبحان الله العظيم وورث هذا الولد، وقتله اخوه او ما ادري ايش اللي حصل بينه وبين اخوه في هذا المنزل، كلام ذا قديم جدا، ومات في هذا المنزل، وجت طبعا الدوائر وجونا وشالوا هذا الشخص من هذا المكان وطلعوه من البيت ميت في هذا البيت اللي كان يتمنى انه يملكه. طيب يا شيخ سبحان الله العظيم، فالانسان ما يدري الخيره فيما يختار الله سبحانه وتعالى، سؤال لا بسيط. نصر على امر واحنا ما نعرف وش اللي وراه. انت لما تقول لي ان مثلا هذا البيت ممكن خيره، طب انا ليش ما ادعي انه مثلا يكون يعني الله يصرف الله سوءه ثم يبدله بخير. ايوه، هل وهذا هذا الواجب علينا يكون احنا نقول كذا، نعم هذا الواجب. ما هو تجرؤ في الدعاء؟ لا مو تجرؤ، يعني انا بقول يا رب ارزقني الزوجه الفلانيه، سميها بالحرف الف مثلا، ان كان فيها سوءا فاصرف سوءها وابدله بخير ثم ارزقني اياها. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ما صرف سوءها وما رزقني اياها، معناته ان الله سبحانه وتعالى له حكمه في هذا الامر، له حكمه. نعم نافذ امر الله سبحانه وتعالى، لازم نقول كذا. شكرا لكم. استودعتك الله يا حبيبي. نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أعطيني ثواني بالله بقول لكم كلمة عن الدعاء. حبيب شكرا لك، الله يكتب أجرك. طيب يا سبحان الله تفضلي مشاعل، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي حلمي انقصار إذا بتسمح لي. أعطينا المنام الأول نشوف. شيخ حلمت وإنه أنا كيف نايمة، وفي الحلم إجت عندي أختي بتترجاني كيف إنه أعطيها يعني أعطيها شغلة، بس أنا في الحلم وأنا نايمة يعني، ولا هي بتحكي لي ورحمة أمي تعطيني، فأنا صحيت في الحلم وبقول إلها بقول إلها ورحمة أبوي وليس ورحمة أمي، لأن أمي على قيد الحياة ما زالت. وانتهى الحلم يا شيخ. الوالدة راضية عليكم؟ اي الحمد لله. وعلى بس هي الأخت في راضية؟ مشاكل بينها. لا الأخت، لا الأخت اللي جتني طلبتني إيه؟ بصراحة بينها وبين أمي بين الوالدة مشاكل. خلاف، نعم صحيح. والوالدة مي براضية عليها والبنت مي براضية على أمها. نعم صحيح يا شيخ. هذا يدل على انه فيه رضا ما بينك انت وبين الام وبين الاب، الله يغفر له حتى. اما البنت هذه فلربما وقع بينها وبين امها خلاف بافعال شيطانيه، البنت ربما الشيطان يؤزها فعلا على امها وما تقبل منها بعض النصائح وما تقبل منها شيء، يحدث بينهم خلاف او حتى خلاف مادي او ورث او اي شيء. الله يا شيخ صح. الله يصلح حالك. شيخ الحلم الثاني يا شيخ، حلمت أختي ولا في وجهها في زي وحمة، والوحمة منظرها جميل في وجهها يعني. متزوجه؟ لا غير متزوجة. كم عمرها؟ تقريبا عمرها 44. هي تعاني من مشاكل؟ تعاني من آلام في الأقدام وفي الظهر دائما يعني. فيه احد اساء لها بسوء او هي اساءت نفسها بسوء واصبح هذا السوء معروف عندكم على مستوى عائلتكم؟ كيف يا شيخ من أي ناحية؟ يعني أي مشكلة حدثت للبنت هذه، أحد سبها بشيء أو هي أحد آذاها بكلمة أو يعني لو لا سمح الله أي أمر من الأمور اللي مكشوفة عندكم وهذا الأمر سيء يعني غير جيد، إن كانت تقولون عليها مثلا ما تصلي تقولون أنتم كذا، أو أحد قال عليها أنا ما تصلي على ما تصلي، أو أنها تفعل كذا وهي ما تفعل، أو أن البنت هذه فعلت الشيء الفلاني وهي ما يعني ظلمت بظلم. صح يا شيخ، هو بصير زي هيك كلام، بس إنه مو إساءة يعني، زي كلام مناوشات عائلية يعني. مناوشات عائلية. البنت هذه بريئة من هالمناوشات وتراها طيبة وحبوبة، ولكنها غلب عليها نفسها ما تسمح لها بأشياء، فتلقونها تشاكس معكم وهي أساسا تحمل في طياتها طفلة وبنت حلال، فحاولوا تصلحون معها. وتراها حزينة جدا، تراها حزينة تحمل حزن يمكن الأسرة كلهم ما يستطيعون يحملونه. نعم صحيح. والله يا شيخ استودعت شكرا الله. لك يا شيخ، يعطيك العافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قولوا لا إله إلا الله. والله أن من نفتح البث يمكن نغفل. نعم. لا إله إلا الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أعطيني ثانية بالله عليكم وبعدين أنت تتكلمين معي. بقول لكم شيء بالإلحاح بالدعاء. يمكن في أشخاص عزيزين علي أرسلت لهم أو بلغتهم بأمر حدث معي. أنا شخصيا كنت متجه لشيء بسويه، وهذا الشيء ما كنت براضي عليه. الكلام هذا أمس وقبل أمس واليوم.
في شيء كنت بسويه انا ماني براضي، انا ما ابغى اسويه، هذا الشيء ممكن يتعبني او ممكن اتعرض لاذى فيه، كنت حزين على هذا الشيء ما ابغاه يصير. وبديت ادعو الله سبحانه وتعالى والحيت بالدعاء. والله يا جماعه الخير ليش انا اقول لكم ادعوا الله على طول، ترجعون الى الله في اموركم، وخاطبوا الله بخطاب بسيط جدا. يعني قولوا يا رب انا عندي مشكله، حددوا مشكلتكم، انا عندي مشكله كذا كذا، يا رب اذا انت الله ما تدخلت في المشكله هذه وانقذتني من المشكله اللي انا فيها، ترى ما راح احد يقدر يسوي لي شيء، وانا خايف، انا ابغى اكون في حرز منك عندك انت يا رب، لازم اسلم قضيتي لله. والله يا جماعه الخير انها تحققت امنيتي، انا شخصيا تحققت امنيتي قبل اوصل للمرحله اللي كنت بوصلها وانا ماني براضي عليها بساعه تقريبا او اقل من الساعه. تحققت امنيتي، والكلام هذا امس وقبل امس، ويمكن بعض الشباب يعرفون هذا الشيء اللي يعني خاصين ادخل عليهم وابلغهم بهذا الامر. فليش انا اقول لكم بعض الاشياء؟ اقول لكم دائما اذا وجدتوا شيء بحياتكم صعب عليكم، قلتوا والله هذا الامر ما في حيله، وش اسوي فيه؟ على طول مباشره اخذ قضيتي واقوم اصلي ركعتين اخر الليل واقول يا رب هذه مشكلتي، سلمتك اياها، حلها، وبيحلها لكم الله سبحانه وتعالى، سبحانه جل في علاه. عيوش. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ الله يجزاك الجنة، أنا رأيت كما يرى النائم. كأني بالمستشفى، كنت على السرير، كانت جنبي الوالدة ماسكة يدي طلع يا عبد الله. تصبرني، وأنا كنت أبكي، وفي نفس اللحظة حسيت نفسي كأنه أغمى علي أو كذا، زي اللي غفيت أو أغمى علي ورجعت. وفي نفس الوقت أقول لأمي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأحس أقول لأمي كذا، أحس كأن شيء الله يكرمكم ملائكة والسامعين بيطلع من الأرحام. وكان في معاي بنفس المستشفى حرمتين في المنام داخلين للولادة، وهم صدق هذيل الثنتين، واحدة بكرية وواحدة لا، بيدخلون بيولدون يعني بالمستشفى. فقط يا شيخ. عيوش انت عزبة ولا متزوجة؟ لا متزوجة يا شيخ. عندك مشاكل مع الزوج حاليا؟ لا يا ربي لك الحمد. الحمد لله، واموركم تمام وخلفه وكل شيء تمام، ما عندكم اي مشكله؟ الحمد لله، بس انا متاخره في الحمل. متاخره. وعلى رقيه حاليا؟ لا والله يا شيخ، كنت على رقيه. اي. استمريت على سورة الزلزلة، كلمتك قبل سنوات. واثناء تكراري سورة الزلزلة يا شيخ شفت كأن عندي بغرفة نومي امرأة، قلت لي انت فسرتني المنام ان هذا شر وراح. طيب. ظهرت لي امرأة لابسة عباءة ولابسة برقع وتناظر فيني وزعلانة اني انا ليش اقول واكرر سورة الزلزلة. نعم. واختفت. طيب شوفي المنام هذا اللي قلتيه الثاني متى شفتيه؟ تقريبا يا شيخ له شهر ونص او شهرين. كيف؟ معلش اسف على هذا السؤال، العذر الشرعي كيف انتظامه؟ والله يا شيخ العذر الشرعي متوقف بلا أسباب 5 أشهر الآن. 5 أشهر. طيب شوفي، هذا المنام يدل على أنه عندك مشكلة جسدية، وأنا كنت شايف أنه الجسدية هذه أنه ربما تكون في العذر، وشايف أنه أنت سويتي عملية جراحية أو مطلوب من عندك تسوي شيء جراحي أو عملية تدخل طبي بأي حال من الأحوال. سويت يا شيخ قبل سنوات، يمكن قبل 6 سنوات أو 7 سنوات. كان عندي كيس دموي على المبيض اليسار وتم استئصاله، ومن تم استئصاله إلى الآن، ويعني مرة تيجي مرة تتأخر، مرات بعدين يقولوا لي هرمونات، هرمون حليب. سويتي منقوع الماء والملح والمرة وقرأتي فيه الفاتحة والزلزلة ولا لا؟ سويته، بس والله إني ما استمريت. ليش ما استمريتي؟ كم مرة سويتي؟ مرحبا يا أم خليفة، كم مرة سويتي؟ تقريبا 3 أيام أو 4 أيام كذا لا أبغى تسوين إلى حد 10 أيام، وراح تشوفين فيه عجب العجاب بإذن الله سبحانه وتعالى. ملح ماء ومرة تتنقعين فيه وتقرأين فيه أقل شيء 10 دقائق، حطيه بغرفة النوم واجلسي داخله واقرأي سورة الفاتحة ثم الزلزلة، واستمري بالزلزلة والفلق، الزلزلة والفلق، مرة هذه وآية الكرسي، ادخليها بينهم وانفثي بالماء بالريق، وكأنه تتوضئين وتغسلين وتحركين الماء حتى يذوب الملح تماما وكل شيء يذوب، وبعد ربع ساعة 10 دقائق تبينه اليوم الثاني والثالث والرابع، وراح يخرج من هذا المكان أمر يكون هو الفيصل بين السوء اللي انت فيه وبين الحمل باذن الله سبحانه وتعالى، لان المنام هذا يدل على انه في شيء تسوينه وراح
تتغير الاحوال الى الاحسن. بس الله بإذن يكون الله. الحمد. طيب بإذن الله، آمين يا شيخ. طيب يا شيخ، هل تكرار المنامات لما أكون بالمستشفى هل صدق تدل على مس؟ وليش تسألين هذا السؤال يا عيوش؟ لأني أنا مرة سمعت شيخ هو المستشفى مس يقولون عليه بعض يقولون إن بعض الشيوخ إن مستشفى مس. لا مو شرط، انه هم ياخذون بعض الحروف، وهذا تعبير، هذا تعبير انه يقول والله ناخذ مثلا من حرفين من بعض الاشياء، وهذا ما هو بدارج ولا هو مؤكد. لا، احيانا يكون يعني في الغالب رؤيه اني ادخل المستشفى معناته انا راح اجري عمليه معينه، او انه انا راح اسوي شيء وراح ادخل المستشفى وراح استفيد من هذا الامر. واحيانا يكون يشير الى مس، لكن ما هو على كل حال، وهذا اقل ما يذكر. واحيانا تشار الى انه في عند الانسان مرض ويشفى منه، مرض يشفى منه، سواء كان مس او غير هذا الشيء. مستشفى ربما يكون في شفاء، ما هو شرط يكون بس. بإذن نعم. الله. الله يجزاك الجنة، ما قصرت. شكرا. ادعك الله، لا تقلقون ابدا، لا تقلقون، خلوكم نعم، خلوكم دائما في كنف الرحمن. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من ليبيا، ونشهد الله أننا نحبك في الله. يا مرحبا ومسهلا. أنا شيخ، أول شيء عندي شيء خاص بك أنت. عندي صديق بيرقي في أخته، فاستحضر عليها الجان. نعم. ونطق باسمك وذكر باسمك، وأن رقيتك أشد وقعا على الشياطين من السيف. يعني أشد وقعا يعني على الشياطين من إيش؟ ضرب السيف. يعني السيف. نصح برقيتك، وقال إنها رقية، نحن بالليبي نقولوا ضربة، يعني مثل السيف. يعني فضل الله. يعني قال فعليكم به. يعني قال كذلك يعني الأخوة من الجان المسلمين، يعني قال هم يناصرون الشيخ يعني في رقياه بدون ما يشعر، لأن رقيته قوية جدا جدا جدا، والحمد لله. يعني النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. نعم نعم. هذا يعني شيء أشهد الله به، أحببت أن أخبرك به. يعني نحبك في الله. أخبركم الله بكل ما يسركم، وأخبركم الله بتسارع العافية في أبدانكم وصرف الأذى عن أجسادكم، إنه القادر على ذلك، وما النصر إلا من عند الله. نعم. الله. بالنسبة للحلم شيخ، أنا رأيت رؤيا طائرة، وكأنها يعني تهبط ما بين المساكن، يعني نحن نقول الشارع، يعني والشارع كان ضيق، فلفت عملية دوران مرة واثنين، ثم حاولت الوقوع. لما حاولت الوقوع حاولت إني أمسكها، يعني ما تسقط وتسبب ضرر، فإذا بها صندوق خشبي. قمت بفتح هذا الصندوق الخشبي وأنا أسمي الله وأذكر الله. فلما فتح هذا الصندوق الخشبي فإذا فيه رجل يعني شعره أشعث ولديه لحية شعتاء، يعني أقرب ما أوصفه بصورة جهينمان، ولا إيش اسمه صاحب الفتنة نعم. بتاع الحرب، يعني بهي الهيئة. يعني فقال لي لا تذكر، ونحن أتينا لاستخراج الذهب أو شيء من هذا القبيل. وانتهى الحلم يعني، ولكن كان يعني تضايق من ذكر الله ومن التسمية. بارك الله فيك. وفيك. أنت على رقية حاليا؟ على رقية، نعم. أنا شيخ طبعا كنت ميسور الحال وصاحب تجارة، ولكن في الفترة ال3 سنوات الماضية عانيت من السحر ومن الحسد، فذهبت تجارتي وأصبحت أعاني أنا وزوجتي. ويعني تمسكنا بالرقية ونسمع في رقيتك ونفتح فيها في البيت، ويعني كل ما أيوة. طيب. يعني شددنا في الرقية والحمد لله. طيب أحسنت. اللهم صل وسلم على رسول الله. أثناء مسيرتكم في الرقية الشرعية، أثناء مسيرتك أنت شخصيا في الرقية الشرعية، نعم، في أحد
اوصل لك معلومه، سواء معلومه من الشياطين بفتره نومك او اثناء الرقيه، انه انت توقف عن هذه الرقيه، يعني شعرت بانه احد يامرك بالوقوف عن الرقيه، بالتوقف عن الرقيه؟ لا، فقط هذه الرقية، مع العلم بأن تأتيني أحلام شبه يعني يومية، رؤى، فيعني حتى ليست خاصة بي، يعني حتى خاصة بالأقارب أو بالأصدقاء، ولا أعرف تفسيرها، ولكن تقع أحداث متشابهة اللي رأيته في المنام يعني. اي نعم، لانه ولكن في احداث واقعه في واقعك اليومي او الشهري او السنوي موجود، نفس اللي تشوفه بالمنام يقع بالواقع، يحدث بالواقع. لكن انا رايت في هذا المنام انه انت خلال الفتره من هذه الرؤيه اللي ذكرتها، الطائره والتحول لصندوق خشبي، هذا يدل على انك انت راح تمنع مشكله تحدث، عندك انت، راح باذن الله سبحانه وتعالى تصرف عن نفسك مشكله قائمه تهبط عليكم باذى، ثم انت بقدره الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه، سواء بالرقيه او بالدعاء او باي امر، ولكنه شيء يخص الله سبحانه وتعالى، ثم يصرف عنك هذا المنكر وهذا الاذى باذن الله سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله. قبلها بيومين فقط رأيت رؤية مشابهة، طائرة تسقط وتتحطم وكأن أمي بداخل هذه الطائرة. انتهى الام على قيد الحياه. نعم الحمد لله. طيب، الوالده صار عندها مشكله خلال الايام اللي راحت، مشكله مع الزوج، معكم انتم، مع احد صار عندها مشكله او صحيه؟ لا، مشاكل صحية. صحيح. مشاكل صحيه. صحيح. خرجت من المشاكل الصحيه هذه ولا لا زالت في نفس المعمعه، لا زالت في نفس المشكله؟ لا، لسه بتتعالج يعني. لا زالت تتعالج. آه. طيب، هذه يدل كم عمرها تقريبا؟ 60 سنة ممكن. كم؟ 62 سنة. اسال الله ان يبشركم بشفائها، اللهم آمين. عندها مشاكل بالعظام، كسور او مشاكل بالعظام. صحيح يعني، نحن نقول فشل في العظام يعني. صحيح. اي يعني حتى الوقفه حتى المشي عندها مشكله فيها وكان مكسر. صحيح. طيب، صحيح. اسال الله ان تكون بشاره خير لهذه المراه، لهذه الام، انها بتقوم ان شاء الله وتمشي وتستقر احوالها حتى ولو بنسبه متقدمه جدا. نعم، يبشر اللهم بشفائها. نعم، بشرك الله بالجنة. لانه سقوط الطائره وتحطم الطائره والام فيها، هذا يدل على مشاكل تحطم في العظام، وما تأدت الوالده هذا يدل على سلامتها، لانه قليل جدا من يسلم اثناء سقوط الطائره في الواقع، فلما نراها في المنام تسقط بها طائره وتتحطم وتسلم من الاذى، هذا يدل على عندها مشاكل بالعظام، ستنجو من هذه المشكله. نعم. الحمد لله. والحمد لله. بارك الله فيك. استودعتك الله. جزاك الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا عبد الله، تب موجود؟ يا مرحبا، حطوا اللي بخاطركم. اهلا يا شروق. طيب، فيه صندوق. طيب يا عبد الله ابشر، في صناديق مو بصندوق. افتحوا الصناديق يا جماعه الخير، خذوها، والعدد كبير ما شاء الله عليكم، 21500. اضيفوا الداعمين واضيفوا الحساب واضيفوا الدنيا كلها، تحركوا، خلوكم ابطال. اللي فوق من هو؟ السلام عليكم شيخ. أنا اي اللي فوق صاحبة الوردة هذه. ريتال. ريتال؟ اي هذا وش هو، انفلونزا ولا اسم؟ يلا يا ريتال. يعني تشوفون احنا يعني مواليد 60 نقعد نتهجى اسماءكم، احرجتونا. ندية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، حلمت أمي أنها تشوف الله يكرمك في أباطها شعر كثيف، ومرة كانت خايفة منه مع أنه ما في أي شعر، ومرة ثانية حلمت نفس الشيء في أماكن متفرقة بتسمع في شعر كثيف وخايفة منه. حزينة الوالدة وعندها مشاكل؟ أيوه. ومتخوفة من المشاكل هذه أنها تظهر وتزود؟ هي خايفة على الوالد.
خايفة على الوالد من إيش؟ مريض. كم عمر الوالد؟ 80 سنة. 80؟ إيه. مشاكل الوالد وين، بالقلب؟ لا، البطن والكبد. متى شافت هذا المنام؟ تكرر معه دايم؟ إيه، آخرها البارحة وقبل أسبوع كذا. الوالدة كم عمرها؟ في آخر 60 كذا. هي الزوجة الثانية؟ لا، هي زوجته الوحيدة يعني. هي زوجته الوحيدة. إيه. قولي آمين. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يمتع والدتكم والوالد بالصحة والعافية، وأن يربط على قلوبنا وقلوبكم في كل أمر يحدث لنا في هذه الدنيا. المنام ما في شيء، يبدو أن الوالدة متخوفة كثير، يعني شايلة هم. في الواجب عليها أنه نعم، ما في خلاف، الإنسان يخاف على قريبه، سواء زوج أو زوج يخاف على زوجته أو أبناء أو كذا، لا بد أن نخاف عليهم، بس ما نوصل إلى حد أن الوالدة الآن أصبحت وكأنها بحالة اكتئاب حاد عشان المشكلة هذه. لا، تهدي نفسها شوي، لأنه قضاء الله وقدره نافذ فينا، سواء اللي كبير في السن أو صغير أو مريض أو متعافي. فخليها تهدى وتشيل التعلق هذا وتدعي له. يتكلم معكم وأموره تمام؟ أيوة، يعني أحيانا كذا دايخ مرة، طايح ما يقدر لكن إذا استوعب معكم تستطيعون تقولوا له قل لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا الله. أيوة. طيب حاولوا دائما تجلسوا مع الوالد، تسولفوا معه سوالف خفيفة، تذكرونه بكلمة التوحيد. الوالدة صحتها زينة؟ ما لها، بس أنا على حبوب نفسية وكذا، تعبانة شوي. أنا قلت لك واصل الوالدة إلى حد الاكتئاب الحاد من المشكلة هذه وما غيرها. الله يلطف بحالها ويلطف بحالكم، لا تقلق لا تقلق، قضاء الله نافذ فينا، سواء استمرت يعني إلى متى. مثلا الإنسان بيعيش لابد من قضاء الله وقدره. هذا المنام أسأل الله أن يكون فقط شعور مؤذي قاعدة تتعرض له الوالدة، شعور مؤذي قاعدة تتعرض له، فتشوف منامات وكانه يخرج لها شعار في أماكن غير محبب. هذا شعور سيء عايشة فيه. نعم. طيب أسألك عن الوالد. سليم. يجمع الصلوات عادي؟ شوفي، أهل الفتوى علماءنا أسأل الله أن يبارك فيهم ذكروا بأن الصلاة للمستطيع يصلي بالمستطاع. إيش يستطيع يسويه الوالد يسوي، إيش يستطيع يسوي، سواء جمع أو قصر أو جمع وقصر، بالسبحة أو بوضوء، حتى بالإيماء، حتى باتجاه على غير القبلة وما يستطيع يستقبل القبلة. كل هذه يتكلم فيها علماءنا. أنا ما أفتي الآن، أنا أنقل فتوى علماءنا بأنه نعم يجوز للمريض اللي بمثل هذا الحال أنه يصلي الصلوات الخمسة المفروض بما يستطيع. فإذا دخل بغيبوبة مثلا يوم يومين 3 أيام ثم صحى من غيبوبته، يستمر في صلاته، لأن الصلاة أقدر أصلي عنه ولا أقدر تصلين عنه؟ إيه. لا الصلاة ما أحد يصلي عن أحد، ما تصلين عنه، تقضين عنه الصوم بس هذه. الله يكتب أجرك جزاك خير. أسأل الله أن يختم له بأفضل الخواتيم. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يجعل آخر كلمة يقولها هذا الأب كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يربط على قلوبنا وقلوبكم على فقد كل غالي يا رب، ويعيننا وإياكم. نعم، استودعك الله. الله يحفظك. يا ريتال. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عادي بس حلم ورمز؟ حلم ورمز. كولي. شيخ حلمت إنه أنا جاي أشتغل بمستشفى، وبالمستشفى أكو وصفة تجيلي تتكرر علي. اللي انتبهت بهاي الوصفة تيجي متكررة، أكو كانولة وأسماء بعد أدوية، وأكو تفاحتين، ومكتوب بتفاحتين واحدة خضرة وواحدة خضرة على صفرة بها صفار. وأنا فتحت الدرج لقيت أكو مجموعة تفاح، بس شيخ يعني حجمه صغير، صاير عبالك شكله مثل احنا نسميه عرموط، ما أدري شو تسموه. واللي صاير على أخضر، اللي جاي على اللي جاي على أصفر، التفاح صاير على صفار، يعني عبالك فاسدة بيها سواد، ووراها يعني مثل خلص دوامي
وطلعت من المستشفى. بس لاحظت إنه أنا ناسية النقال مالتي بالمستشفى ورجعت عادية. من رجعت لقيت أكو شخص يشتغل وياي بالمستشفى، لازم طفلة، وقال إنه هاي الطفلة رضيعة، يعني هي بنية رضيعة. قال إنه هي بنت الشخص اللي يشتغل ويانا الثالث. بالحقيقة هو ما عنده طفلة. فأنا تكلمت وياها وقلت آيتين من سورة البقرة، وقلت لها سمعي لي إياهم، وسمعتهم إلي. وبعدين قالت لي بس أنا أكو حافظتها سورة ثانية أكثر اسمها سورة المؤخرة، هاي حافظتها أكثر وسمعتني إياها. قلت لها ضابطتها بشكل أفضل. وبعدها شيخ الشخص اللي كان شايلها مثل يريد يفتح نقالة أو هيج، فطلع أكو رمز بالنقال لاحظته هواي، يعني أنا كان ظاهر قدامي. الرمز هو 958657، بس ما متأكدة من الستة كلش تماما. وانتهى المنام. انت من العراق يا ريتال؟ اي والان مقيمه في العراق ولا برا؟ لا، بالعراق. عزبه؟ اي عندك مشاكل صدريه بالصدر؟ لا. عندك مشاكل بالارحام؟ لا. تاخرتي عن الزواج ولا لا زال بالسن المتوسط؟ المتوسط. تحت ال30؟ اي. في شخص الان متقدم انت راغبه فيه؟ اي. انت راغبه في شخص تقدم ولا لا زال ما تقدم؟ لا، تقدم، ويعني انتم ان شاء الله جاهزين انه والله هذا الشخص بيجي بيخطب بشكل رسمي؟ لا، تقدم. وشيخ أنا راغبة بيه، بس شفت شي مو حلو عليه ورفضت. ايوه. ليش انا سالت عن الصدريه وعن الارحام بعدين قلتي لي لا سليم، سالت عن الخاطب. وانت رفضتي لانه وجدتي فيه خصله طيبه وخصله سيئه. اي وجدتي فيه وجدت اشياء فيه. طيبه، ولكن وجدتي فيه شيء سيء، والسيء هذا ما عجبك اصلا وخرب على كل الشيء الزين فيه. بالضبط يا شيخ، بس أنا بعدني راغبة للأمانة. مجنونه. بس حسيت إنه هذا التصرف الصح وتصرفته. تصرفتي وش تصرفتي؟ انه لا ما تاخذينه. رفضت. اي احسنتي. اي بس أنا من انا الآخر راغبة. بس الراغبه يا شيخ يا شينكم والله يبغى لكم بقوس. انتم العاطفه عندكم رتمها عالي جدا، عشان كذا انتم دائما تجيبون العيد في نفسكم. لا خلاص، لعل الله ان يرزقك بشخص اخر. يعني المنام هذا فعلا تحذيري. والرمز شيخ يا رمز فيه اللي 958657. 958657. 57. انت برجك وش هو؟ شيخ أنا هذا السؤال يخوفني. ليش؟ أحسه كمين. لا انت عندك برج ولا ما عندك؟ عندي. وش هو؟ سرطان. سرطان في عين العدو. وبرج الخاطب هذا. بس ترى شيخ أنا ما آمن بيهم. انا قلت انا الحين قلت ان انت امنتي ولا ما انت سالتيه عن برجك وش هو؟ اي أعرف. سالتيه وقال لك انه لا برجي ما سألت، بس أعرف. عرفتي برجه؟ ايه. حاولتي تالفين بين الابراج بينكم تشوفين هل لا. فعلا لا. الابراج لا. تنفع لبعضها ولا لا؟ لا. انت شوفي اسمعيني، لا تقولي لي لا، هذه لا تقولينها والله متوكلة على الله. رئيس القسم عندكم. اسمعيني، انت سالتي عن برجها وعرفتي برجه صحيح؟ صح. وعارفه برجك وش هو؟ صح. وقريتي عن ابراجه وش هو؟ قريتي انه والله البرج هذا كذا 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 اللي فيه من سيئات ومن حسنات صحيح؟ صحيح. وبعدين قريتي عن ابراجك انت انه انا برجي كذا 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 كذا، وبعدين وجدتي البرج حقك وحق هذا الرجل تقريبا ما في تناسق. ما كنت. ايه صح. شفتي انه انا صدتك؟ بس شيخ أنه يعني ايه
هذا الشي كلش يعني قديم، وأنا تاركته، يعني إنه مثلا كلش ما مآمنة بيه بالوقت انا الحالي. عالم، انا ما قلت انه مؤمنه فيه وما قلت اي شيء ابدا، انما انت قراتي بالبرج وقراتي برج هذا الرجل، وتقريبا نوعا ما مهم من ضمن الاشياء اللي رفضتيه. انت ما رفضتيه عشان الابراج، لا، انت رفضتيه لانه انت اكتشفتي شيء بالواقع، لكن انت صح. قراتي في برجك وقراتي في برجه، وكان في اعتقاد داخلي بدون ايمان، كان في اعتقاد انه والله الابراج هذه نعم قد تشير الى كذا وتشير الى كذا، يعني تيقنا نوعا ما، وهذا اكبر خطا. خليني اسال ايش؟ وش هو؟ لا، هاي مو أنا، مو انت اللي وش؟ اللي ويانا جاي تحكي بالقسط، مو أنا. لا انا ما اتكلم عن اللي تحت، اتكلم عنك انت. منال تسولف، اسكتي يا منال، ما تعرفي تسكتين. يا ريتال، إيه. انت تنامين كويس ولا عندك مشاكل بالنوم؟ لا، أنام زين. عندك مشاكل بالعيون؟ لا، ما عندي أي مشاكل صحية. ما في اي مشاكل صحيه، الحمد لله. طيب خلينا ما نتكلم عن مشاكل صحيه، انه مشكله بالعين مشكله صحيه، لا. عندك الرمش كثير، ترمشين كثير، او تحسين انه دائما مفتوح العين حتى تصل لحد الجفاف، في ولا ما في؟ لا. طيب استودعك الله، ابتعدي عن الابراج تماما، لا تصدقين البرج اللي انت فيه ولا اللي هو فيه اصلا. بالنسبه للمنام اللي ذكرتيه هذا، نعم يدل على انه فعلا ربما تكتشفتي او تكتشفين شيء غير جيد، مع العلم ان الخصال الحميده كثير، لكن في خصله سيئه، والخصله السيئه هذه خربت الدنيا كلها، ما قبلتي. بالضبط، يعني شيخ ماكو أمل. والله النصيحه انه اذا ما تعدلت الاخطاء اللي فيه فخذيها من قصيرها، ولعل الله ان يرزقكم بخير من بعض. نعم. وشيخ الرمز أقوله؟ قولي الرمز بسرعه. شيخ جاي أصلي وبالركعة الثانية نزلها عبد الله، يلا عاد كيفك. منام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا من زمان كنت أبي أتواصل معك عشان أقول لك الحلم اللي حلمته. قولي. وأنا على رقية، يعني لي 2 أو 3 شهور وأنا على رقية. حلمت إني في مكان فيه أشجار وفيه غيوم وفيه مطر كثير وفيه ناس، وكنت أشوف أقول يا الله كل هالخير كان محبوس عن الناس بسبب السحر، وإن السحر أنفك. كنت أشوف الخير يعني، والمطر والخير والناس جاها خير كثير، وكنت أقول يعني سبحان الله كل هالخير كان محبوس عن الناس بسبب السحر، وإن الأسحار انفكت. متى شفتيه؟ قبل 2 3 أسابيع. وكيف صحتك أنت على رقية ولا لا؟ إيه أنا على رقية، وقبل 4 أيام حلمت ناس يطلعوا 4 رجال، بس ما أشوف وجيههم، لابسين شماغ، إيه؟ يطلعون السحر كبير. السحر كان من قبر، وكان لون السحر نفس لون الرمل، ومربوط بخيوط زي الخيشة. أنت متزوجة ولا لا؟ وكنت إيه عندكم مشاكل أنت والزوج أو أحد الأبناء أو الوالدين بالأقدام؟ أمي عندها مشاكل بالأقدام. أنت كيف صحتك؟ وش عندك مشاكل جسدية؟ وش تعاني منها؟ أنا عندي تفرقة بيني وبين أبنائي وتعطيل بالرزق. والمنام هذا قريب شفتيه قلتي؟ إيه. طيب ابشري بالخير، استمري على الرقية، أصلا ما في داعي تكملين المنام، استمري بالرقية، لأنه هذا المنام يبشرك أنت تحديدا، ثم يبشر، أسأل الله أن يبشر الأمة الإسلامية بما ذكرنا قبل شوي وذكرناها البارح كل يوم، أنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى هذه حرب قائمة على الشياطين، بعضهم على بعض، والرقاة قاموا عليهم، والدعاء قام عليهم، واسأل الله أن ينكس أعلامهم. هذا يبشرك أنت بفك الأسحار وبفك الأذى وباندثاره تماما بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمطار اللي شفتيها والخير اللي تقولين كيف هذا منع من السحر، نعم ربما يكون عندك مشكلة تعطيل في الأرزاق بعد ما أراد الله هذا الأمر، ثم يكشف هذا السوء، وابشري بالخير، وابشري بالوظيفة، وابشري بالرزق، وابشري بسداد الديون، وابشري إن شاء الله بإنفراج عظيم، وأسأل الله أن يعجل فيه. إيه أنا سويت رقية على نفسي، وقالوا أخوي بجيب لك شيخ يرقي عليك، بس أنا أرقي نفسي يعني لي حل 3 شهور. طيب. وما أدري نطق قال سمكة، وقال من اللي نطق؟ العارض؟ بسة، ما أدري وشو نطق إيه؟ ما أدري وشو سمكة وبسة. سمكة وبسة؟ إيه. عندك بنت وولد أنتي أو بنتين؟
عندي 3 بنات وولد. 3 بنات، فيهم 2 من البنات يعانوا من مشكلة صحية ولا لا؟ عندي واحدة تعاني من مشكلة صحية بس ما ندري وش هي، فقر دم حاد. وغيرها في البنات، هذه واحدة، في واحدة من البنات الثانيات في عندهم مشكلة ولا لا؟ الثانية عندها مشكلة بالباطنية بس ما ندري وش هو. يعني في واحدة عندها مشكلة باطنية وواحدة عندها مشكلة قلتي لي بس ما ادري وش هو، نقص فقر الدم. بالدم. اي، والثنتين ما تدرون وش مشكلتهم. واحدة هن 3 بنات، واحدة ما فيها شيء صغيرة، واحدة سليمة واحدة وثنتين فيها عندهم مشكلة. إيه. طيب يا منال ابشري بالخير، هذا المنام اللي انت قلتيه يقول سمكة بس او النطق اللي نطق، هذا يدل على ان عندك إيه. 2 بنات يعانون من مشكلة صحية، واحدة منهم اكثر من الثانية، عندها مشكلة اكثر من الثانية، يعني كأن واحدة منهم مهتمين فيها اكثر، مشكلتها تشوفون انها اكثر من هذه. ولكن الثنتين بيشوفون باذن الله سبحانه وتعالى، لكن واحدة منهم انتم حريصين عليها اكثر. أنا أنصحها بالرقية الكبيرة. طيب كم عمرها؟ 19. شوفي ابشري بالخير واسال الله ان يعجل بشفائكم، هذا المنام يبشر باذن الله سبحانه وتعالى انه في شفاء لكم ورزق قادم، وهذا اللي ذكرتيه انه العارض ذكر هذا الشيء سواء كان بواقع او برقيه. سواء كان بواقع او وهما او ايا كان. نعم وقت الرقيه. هذا دليل على انه كشف عنكم السوء وعندك 2 بنات يعانون من مشكله صحيه، وراح يكونون بخير باذن الله سبحانه وتعالى، ينتهي امرهم باذن الله سبحانه وتعالى. واحده منهم خليني اسال عن تعليمهم، واحده منهم اذكى من الثانيه، الثنتين اللي عندهم مشكله صحيه؟ لا كلهم مثل بعض. يدرسون بمستوى واحد؟ ايه بنفس الصف الثنتين؟ لا واحدة انقبلت في الجامعة واختها اللي أكبر منها ما انقبلت. أبغى اللي انقبلت في الجامعة هذه أذكى من اللي ما انقبلت، يعني أفضل تعليميا؟ إيه أفضل. طيب أنا إيش قلت قبل شوي؟ قلت في واحدة أفضل من الثانية تعليميا، أفضل حالا، أفضل شوي. ليش أنا قلت كذا؟ ليش أنا قلت كذا؟ لأنه في عندك واحدة من البنات راح تسر قلوبكم وتسر خواطركم علميا، يعني البنت هذه بتكون متعلمة وبتكون في مكانة جيدة بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم. نعم. أنا هم 4، 2 مو بعندي و2 عندي. أنا أتكلم عن 2 من البنات، سواء اللي كانوا موجودين عندك أو في بيت أبوهم، إذا كنتي منفصلة، أنت منفصلة ومتزوجة ثاني؟ إيه. صحيح؟ إيه. والثنتين اللي أنت انفصلتي 2 مع أبوهم اللي أنت انفصلتي من عنده؟ لا عن جداتهم اللي رجلها توجعها. طيب شوفي، أنا أتكلم عن الآن عندك 2 بنات يعانون مشكلة صحية بيطيبون بإذن الله، وأتكلم عن واحدة من البنات تعليميا بترتقي وبتكون في مكانة جيدة بإذن الله، وأتكلم عن السحر اللي أنت فيه بيفك ورزقكم بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يعجل فيه وأن يكفيكم شر من آذاكم. نعم إن شاء الله. آمين. واضح تفسيري صحيح؟ يعني وصلت الفكرة كاملة. نعم. يلا اللي بعده، معليش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ. يا هلا مساك الله بالنور. كيف حالك؟ عساك طيب؟ الله يسلمك بخير الحمد لله. أول شيء أحسن الله عزاك في بنتك، الله يرحمها إن شاء الله ويتقبلها عند الله يا رب. ما تشوف بأس يا رب. الله يطول عمرك. الله يجيك. أنا عندي طول العمر حلم تحلمته يمكن قبل 2 أسبوع. تحلمت إني كنت لابس بشت وكنت في قاعة كذا حضور واجد وكان في شلون أكتبه؟ ساعة ترى قفلت. قفلت يا سعد. طيب لحظة يا عبد الله. فبشرناها. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا وسهلا. يا شيخ أنا رأيت فيك رؤيا قبل 20 يوم هكذا، يعني في هذا الشهر اللي فات. رأيت أولا أنني أمشي في طريق كأني ذاهبة للثانوية، يعني للدراسة. كانت معي امرأة معها ولدها لا أعرفه،
فكانت تحثني على الكتابة، يعني هذا في يدها كناش وتقول لي يعني اكتبي كل شيء، وصوت آخر يقول لي العلم، أنا أقول لها العلم صيد والكتابة قيد. ثم أنا مشيت إلى طاولة مقابل الثانوية، جلست وكأني سأدرس يعني في كأن اتجاهي عكس اتجاه الثانوية. أقول هم لا يستطيعوا أن يروني حتى يعني يساعدوني أو أتواصل مع أساتذة وكذا. ثم زوجي كأنه قال قلت أنتقل إلى الجهة الأخرى حتى يكون وجهي اتجاه الثانوية، وكأني نظرت إلى زوجي حتى يعني أستأذنه، قال يعني روحي. لما ذهبت إلى الجهة الأخرى وجدت حافر، هذه يعني حافر حفرة يعني يعني إذا جلست ما أبان، يعني قلت يعني هو سمح لي لكن هو عارف إنه مش راح أبان. ثم يعني وقفت بينه وبين تلك المرأة وكأني دعيت الله، وكانت هناك نافذة من السماء شكلها دائري يدخل تحتها يعني كل الذي يدرسون معي في الدكتوراه، واحدة تنحرق وواحدة يصب عليها مطر رقيق. المرة الأولى خفت ثم دخلت تحتها كأنه انهمر علي مطر وصوت يقول مدرارا مدرارا حتى حسيت أنه دخل إلى عظامي. ثم مشيت من ذلك المكان إلى أن يعني صرت أشوفك أنت في مشهد، وكنت وجهك تعبان جدا وكنت وحدك. قلت المرة اللي قبل رأيته كان معه حشد من يعني الناس لابسين مثل الأئمة، ولكن هذه المرة شفتك وحدك ومعك إنسانة يعني متنقبة كل شيء يعني قفازات وتحارب معك بحاسوب، والحاسوب هذاك فيه يعني زي الفلاش يعني زي فيش ESP هذيك يعني التي تدخل في الحاسوب، كان يخرج منها زي الصوت أحمر وصوت أزرق وصوت أصفر وصوت بنفسجي، وكان وراك جيش يعني جيش من يعني كأنه جيش من يعني الشياطين جايين هاجمين، وهم هذوك الجيوش كانوا يعني أيديهم زي المقص، وكانوا يعني جيش عظيم وكانوا زي العمالقة. فقلت أنا يعني كيف سيستطيع أن يتمكن منهم الشيخ، وكنت أنت يعني يعني مش يائس ولكنك يعني تطلب من الله فقط. فقلت يا شيخ هل أساعدك يعني كنت يعني منعجبة بالمرأة، كانت يعني تكتب بمهارة ولكنها بيأس، وكانت كأنها تساعدك في حتى تعطل هذاك الجيش، وكنت أنت تحثها بأنها هي ماهرة ولكن فقط ينقصها اليقين. فقلت لها يا أختي أنا دعيت الله فأعطاني سحابة لي وحدي، فأسألك باليقين. ثم قلت أنت من نحتاجك. قلت أنا يا شيخ، قلت لي نعم أن زيك نحتاجه، نحن نريد من عنده اليقين. فكأني أحث تلك، هي كأنها كرهت، كأنها يئست، قالت لي ما أستطيع، وهي تحارب يعني بسرعة وبمهارة، وأنا قلت لها أنت ماهرة ولكن ينقصك فقط اليقين. ثم أنت يا شيخ طلبت مني أن أساعدك باليقين. فتحت حقيبتي يعني حقيبة يدي، أخرجت منها قلم أصفر. قلت لك يا شيخ عندي فقط هذا القلم وهو مرمي من زمان في حقيبتي. أعطيته للمنتقبة وضعته بالحاسوب فخرج منه صوت أصفر وصار يضرب هذاك الجيش كأنه عطله. قلت لي معليش حتى ولم يعني ينتهي ذاك الجيش، على الأقل تعطل حتى أرتاح قليلا. وانتهت الرؤية. الرؤيا واضحة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت من أي بلد يا بشرناها؟ أنا من الجزائر. ومقيمة في الجزائر. نعم. وأسأل الله أن تكوني من أهل الصلاح بالواقع. يا رب. تحفظين شيء في القرآن؟ لا، ولكن هذه الأيام يعني لي رغبة شديدة أني أحفظ، هذا أحفظ يعني جزء عامة فقط. فيه خير وبركة. شوفي هذا المنام يدل على صلاح أحوالك أنت قادمة على تغيير في أحوالك الدينية والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ومحاولة حفظ شيء من كتاب الله ومسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومحبة غير مكرهة. أنت غير مكرهة أصلا، يعني قادمة على هذا الأمر محبة ورغبة
في التوجه الى الله سبحانه وتعالى وحفظ شيء من القران، وستحفظين باذن الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، هذا المنام يخصني في جزئيات كبيره جدا من عنده. اسال الله ان يحمينا واياكم، اسال الله ان يحمينا واياكم. يدل على تمسك، يدل على صبر ومثابره ومكافحه للشياطين، يدل على اشياء كثيره جدا ما استطيع ان اقعد اشرح عنها كثير، لكن تخصني انا شخصيا. وراح تشوفون في الايام القادمه باذن الله سبحانه وتعالى انتصارات قادمه لي ولكم باذن الله على معشر المؤذين، على معشر المؤذين ايا كانوا من انسيه او من جنه، باذن الله مستعينين بالله سبحانه وتعالى ومتحصنين ومتدرعين بكتاب الله وبكلمه التوحيد من قبل ومن بعد. الشيء الثاني، انه انت قلنا نحتاج مثلك انت، ثم جلستي تحت ماء منهمر، قلتي لي ذكرتي في طيات المنام انه سقط عليك ماء منهمر او مطر منهمر، صحيح؟ نعم، حسيت به دخل حتى لعظمي، ما شاء الله يعني تبارك الله. كأنه غسلني. نعم، هذه عافية تدب في الجسد لك أنت تحديدا، هذه عافية وشفاء يدب في الجسد، ورزق كذلك، رزق في الواقع سواء مادي أو معنوي أو وظيفي أو أيا كان، ارتقاء وتوفيق في الدنيا وصحة في البدن وتوفيق باتجاه حفظ في كتاب الله، وستحفظي في كتاب الله. أسأل الله أن ينجينا وإياكم، ثم أسأل الله أن ينجينا وإياكم، ثم أسأل الله أن ينجينا وإياكم وأن يحفظنا بحفظه. نعم. اللهم آمين يا شيخ. ممكن رؤية فقط تخص الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قولي. نعم. شكرا، جزاك الله خير. هي قصيرة لن أطيل عليكم. ما بين اليقظة والمنام كأني في بداية النوم، ونمت حقا لذلك اليوم زعلانة، يعني كأني راح أنام كنت كأني في غرفة، والغرفة في غرفة، والغرفة في غرفة، وما بين كل غرفة وغرفة محاطة يعني بحرس كأنه من الشياطين، يعني كأنني يعني ما عندي وين أفر، يعني قلت مستحيل أخرج من هذا المكان، وكان كلهم لابسين زي الأقنعة بيضاء، فكأن انشق هكذا نور من بعيد، كنت أرى وجه هكذا فقط نور، ما لا أعلم من هو. اتجهت هكذا كأنه نفق، اتجهت إلى صرت إلى فضاء، انطفأ كأنه المشهد هذاك انطفأت كل الوجوه كل الغرف، ثم قلت دققت في وجهه فإذا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلى طول احتضنته، دخلت في حضنه، يعني غطاني بردائه كأنه احتضنني مع الرداء، وصرت أبكي في صدر الرسول، وأقول وكان هناك رجل يعني راقي، هو مفسر أحلام، قال له هذه يا رسول الله؟ قال له نعم هي بنيتي، كأنه يعني زي الذي لا يحاسب ابنته، هي بنيتي. فقلت له يا رسول الله حتى أحكيها كيف راح يصدقني؟ لا حكيت له هذه الرؤيا أني رأيتك، قال لي قولي له الحديث 24 أو 25 لا أظن، لا أفتكر يعني مش متفكرة، وقولي له الأمارة الخاتم الأزرق. انتهت الرؤيا. ما شاء الله. أقدر أعرف اسمك أنت؟ أقدر أعرفه ولا تتحفظين عليه؟ الاسم فقط بدون الاسم فقط كنزة، ولكن لا يسجل البث. لا ما شاء الله تبارك. كنزة. ما شاء الله. متزوجة؟ نعم. رزقتي بذرية؟ لا، لي تقريبا 9 سنوات أو 10 سنوات بدون أولاد. تبحثين عن حمل حاليا؟ نعم إن شاء الله يا رب يرزقني يا رب ذرية صالحة. أنتم فكرتوا بعمل عملية معينة للحمل، أو متوكلين على الله سبحانه وتعالى ومستمرين بالرقية الشرعية حتى يقع؟ والله تاركتها لله، يعني حتى أني ما أسعى للحمل يعني بجدية. طيب شوفي، هذا المنام ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن ترزقي بولد صالح قادم بإذن الله. هذا المنام يبشر بذلك، ويبشر بأنه أنت أغلقت عليك الأبواب من أكثر من مكان، حتى وقعتي في هموم وأحزان في الفترة الماضية، ثم استعدتي العافية بقدرة الله سبحانه وتعالى، بدأتي تفكرين في كل الأمور هذه بأنها حكمة من الله، بدأتي تأخذين كل شيء بأنه إيمان وقضاء وقدر، يعني طلعتي من الدنيا وبدأتي تتعلقين بالله سبحانه وتعالى وبأقدار الله. أنت من أول لا كنت تبحثين عن أشياء، وكانت الأمور متسعة متشعبة في أكثر من أمر، لكن حوصرت في الآونة الأخيرة إلى أنه تعلق فقط بالله سبحانه وتعالى، متوكلة على الله، إن قدر الله ذلك سيقع، إن لم يقدر فلن يقع،
كل شيء أصبحت متعلقة بالله فقط، وأصبحت مكثرة من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله واتباعا لهدي محمد عليه الصلاة والسلام، وستتبعي أكثر وأكثر، وأبشرك إن شاء الله سوف تعودي عندي هنا وتقولين أنا عملت بولد بإذن الله. يا رب يسمع منك، شكرا جزيلا. بإذن الله الله خير يا سبحانه رب. وتعالى. استودعتك الله الله. ينصرك يا شيخ، الله ينصرك يا شيخ. آمين وإياكم يا حي يا قيوم، ويجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة. صلوا على رسول الله.